ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو جديد. فيديو النهارده هو الفيديو اللي هنلم فيه ان شاء الله الفوتوشوب من اول ما بدأنا لحد ما انتهينا، من اقل تفصيله فيه لاكبر تفصيله فيه، النقط النظري والنقط المهمه وكل النقط اللي ما شرحناهاش وقلنا هنشرحها في الفيديو ده. هو ده الفيديو اللي هيكون فيه كل التفاصيل دي باذن الله. تمام. باذن الله بمشيئه الله النهارده هيكون اول حاجه الفيديو متقسم حوالي 4 أو 5 اجزاء. تمام. الجزء الاول وهو الجزء اللي هيبقى فيه اساسيات الفوتوشوب. تمام. الجزء التاني هنتكلم فيه عن التولز، اللي هو تكملة الجزء الأول، يعني برضه هو عشان تفهموا بس، يعني الجزء الأول والتاني هما اتنين جزء واحد، يعتبر جزء واحد. تمام. اللي هو الجزء التاني دوت اللي هو أساسيات الفوتوشوب، يعني إيه التولز اللي جوه، البانلز إيه هي، كل بانل فيها إيه ندور على الحاجة دي منين، نعدلها منين، نجيبها منين. بص، كل حاجة أنا شرحتها وما شرحتهاش هتلاقيها في الفيديو ده. تمام. تعال معايا الجزء الثاني وهو جزء السوشيال ميديا. خش معايا في الجزء الثالث هتلاقي جزء المطبوعات، والجزء الرابع هيبقى الجزء اللي هنشرح فيه طريقة عمل ال 3D. تمام. والتيبوغرافي. تمام. وعندك حتة دخول لسوق العمل، ودي نقطة مهمة جدا 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 يا صديقي. فكرة انك تدخل سوق العمل اهم من انك تتعلم. تمام. عشان كده انا سايبها لك في الفيديو. دي حاجة بره عن الكورس بتاعك، بس انا سايبها لك يعني حاجة مني ليك كده. ك ك يعني زي ايه، زي هديه مني ليك عشان تقدر تطلع فلوس خلال بقيه الكورس. تمام. اتمنى يا شباب الفيديو دوت، عشان هو بيتصور دلوقتي، هو خد مجهود كبير جدا وهيتمنتج في مجهود اكبر جدا. تمام. فاتمنى الفيديو ده ما يطلعش لحد خالص نهائي. لو حد فيكم عمل حركه انه يطلع الفيديو دوت، انا مش هكون مسامح الا لما ترجع لي وانا اقول لك دي اللي طلع او لا. تمام. عشان انا مش هكون مسامح في المجهود اللي انا عملته ده كله انه يطلع لاي حد. تمام. يلا بينا نبدا. سمي الله، صلى على النبي، ويلا انزل يا ابني بالانترو. ازيكم يا شباب؟ ده كده بارت 1 في الفيديو بتاعنا. نبدأ على بركة الله، بسم الله، صلى على رسول الله، ويلا بينا. أول حاجة احنا هنتكلم عن الفوتوشوب. ده أول حاجة لينا في قلب الكورس. تمام؟ اتكلمنا عنها بتفاصيل كتير، هنعيدها كلها من الصفر، هنزيد عليها معلومات كتير، هنقول الحاجات النظري اللي ما قلناهاش، كل الكلام ده حاليا هنبدأ فيه. تمام؟ تعالى اول حاجه احنا اتكلمنا عن طريقه تسطيب البرنامج في قلب الكورس وفي قلب الفيديو اللي هو اول فيديو نزل عندك، فانا مش محتاج اعيد النقطه دي. النقطه المهمه هي اللي انا هعيدها، وهي ايه؟ دخولك لواجهه البرنامج. من اول ما دخلنا واجهه البرنامج لحد ما نبدا نوصل لليفل الاحتراف فيه، ان شاء الله كل ده هيتعاد. تعال نبدا. احنا دخلنا البرنامج بتاعنا وفتحناه بالمنظر ده. عندك قائمتين مهمين، اتنين بانلز مهمين، وهو كرييت نيو وعندك اوبن. اوبن لو انت عندك مشروع قديم زي عندي كده مثلا، انا كنت شغال على مشاريع قديمه، طبعا القائمه دي كلها مش تبقى عندك لان ما اشتغلتش على حاجه. ولو انت اشتغلت في شغل انا طلبته منك فهتلاقي الحاجات بتاعتك محطوطه هنا. تمام. هتيجي عندك هتدوس اوبن وتختار الملف اللي انت محتاجه، او من هنا من ريسنت وتختار الملف اللي انت محتاجه. تمام. طيب سيبك بقى من كل الكلام دوت، تعال نخش بقى الكريت نيو دي اللعب كله. بدأنا هنا في كريت نيو. اول حاجه، انت كواحد اشتغلت معايا قبل كده في الكورس هتلاقي عندك في الريسنت في مقاسات انت كنت واخدها واشتغلت عليها. تمام. طيب نتكلم بقى بتفاصيل. اول حاجه هتلاقي عندك البانر اللي فوق ديت، وهي الفوتو والبرنت والارت اند الستريشن والويب والموبايل والفيلم اند فيديو. طبعا كل دول احنا شرحناهم وهنعيد شرحهم تاني دلوقتي. الفوتو لو انت شخص شغال في استوديو تصوير وبتاخد مقاسات الصور وانت مش عارف المقاسات، الريزوليوشن بتاعه بيبقى كام، الكالر مود، الكلام ده كله، هنا المقاسات جاهزه. تمام. اللي 3 في 2 و7 في 5 و6 في 9، كل المقاسات دي هتلاقيها عندك هنا في قلب المقاسات الجاهزه. تمام. طيب نخش لتاني حاجه وهي البرنت. البرنت ديت اللي هي مقاسات المطبوعات من اول الليتر لحد الدي ال، الاي 4 معاك والاي 6 معاك والاي 5 والاي 3 والتابلويد وكل الكلام. التابلويد دي يا باشا اللي هي بتاعت ورقه الجرايد. تمام. وكل الكلام دوت. تمام. تعالى معايا في الارت اند الستريشن دي، لو انت عايز ترسم وهترسم لوجو او اي حاجه هنا، فبنشتغل في قائمه الارت اند الستريشن. وطبعا على حسب المعلومات اللي انت خدتها في الكورس والفيديو الاولاني اللي انا شرحته، ان ارت اند الستريشن اتفصلت في الاستريتور لوحده، فطبعا هي ما بنستخدمهاش هنا كتير. الويب، لو انت راجل مبرمج ويب وبتعمل بقى مواقع وكده ومحتاج ايكونز وبوتومز تحطها في قلب الموقع بتاعك، ومش محتاج تجيبها ومش عايز تجيبها جاهزه وتدفع فيها فلوس، تبدا انت اللي تصممها بايدك، وبتاخد المقاس بتاع الموقع اللي انت تشتغل عليه سواء كان ميديوم او لارج او مينيمم. تمام. كل الكلام دوت هفهمك بتقيسه ازاي، لان دي بتبقى جوده صوره وجوده هوست انت واخد منه. تمام. خش في الموبايل نفس الفكره. لو انت اب ديفلوبر وشغال على ادوبي اكس دي، تمام، ده طبعا تبع سلسله ادوبي برضو، هتلاقي نفسك لو دخلت هنا تلاقي المقاسات بتاعت الايفونز والاندرويد والابل ووتش وكل حاجه، هتلاقي مقاساتها هنا موجوده جاهزه. تمام. الفيلم اند فيديو، لو انت راجل ان شاء الله ربنا يكرمك وتبقى مونتير، لو انت داخل في الكورس الجنرال او انت اللي دارسه منك لنفسك على اليوتيوب،
هتلاقي عندك بقى فكره اللي هو الفيلم اند فيديو، هتلاقي عندك مقاسات الفيلم اللي هو الفيديوهات بتاعتك بالريزولوشن بتاعتها، بمواقع النشر بتاعها او بالبرامج اللي انت شغال عليها. تمام. سيبك بقى من الواجهات الجاهزه ديت، وانا دلوقتي عايز اشتغل المشروع بتاعي بالمقاس بتاعي بكل حاجه. اول حاجه عندك هنا البريسيت ديتيلز، الديتيلز ديت اللي هو اسم البروجكت اللي انت عايز تشتغل عليه. تمام. وهنا العلامه ديت هي ديت المكان اللي بتختار منه المكان اللي هتسيف فيه البروجكت بتاعك. تمام. طيب تاني حاجه بننزل بقى للويدث والهايت. هنا اول حاجه الخانه ديت وهي خانه المقاسات، سنتيمتر وانش وبيكسل ومليمتر وبوينت وبيكاس، كل حاجه. طب احنا ايه اللي احنا متعودين عليه واللي احنا سمعناه كده؟ السنتيمتر والمليمتر هما الاثنين شيء واحد. تمام. الانش والبيكسل. تمام. نخش هنا بنظبط المقاسات بتاعتنا في الويدث والهايت، وعندك هنا الاورينتيشن وهو الطول ولا العرض. انا واحد مثلا وليكن عايز اعمل تصميم 20 في 30 وليكن، والتصميم دوت انا عايزه طول مش عرض. فانا باجي هنا في قائمه اورينتيشن، لو انا ما اعرفش مش فاهم يعني ايه ويدث ومش فاهم يعني ايه هايت، باجي من الاورينتيشن بلاقيه منور لي ازرق على الطول. طب انا دلوقتي عايز اشتغل عرض مش عايز اشتغل طول، بدوس في قائمه اورينتيشن على العرض، بيبدا اوتوماتيك يغير معايا المقاسات. لو ملاحظ يغير معايا المقاسات عشان يناسب المقاس اللي انا اختاره. تمام. تاني قيمه معانا وهي الريزوليوشن. الريزوليوشن دي اللي هي ايه؟ اللي هي جوده وضوح الصوره في الانش. تمام. جوده البيكسلز تبقى موجوده في الانش، زي ما اتفقنا ان احنا واحنا شغالين في مواقع زي الفوتوشوب او اي مواقع لها علاقه بالديزاين ما عدا الستريتور احنا شغالين بيكسل. طيب ليه الاستريتور مش معانا، مع العلم ان هو تبع عائله ادوبي؟ عشان الاستريتور شغال بميزه وهي اسمها فيكتور ارت. تمام. فيكتور ارت دي حاجه تانية خالص، مهما كبرت فيها مش هتبكسل لانها مش مكونه من البكسلز اصلا. تمام. بننزل هنا بنختار بيكسل بالانش، اوعى تختار بيكسل بالسنتيمتر لان الجهاز بتاعك بعدها احتمال ينفجر في وشك. تمام. فبنختار، انت عندك التنين ريزوليوشن ثابتين 372، وعندك الريزوليوشن اللي ضفته لك السكشن اللي فات اللي هو 200، وهفهمك ده لايه وده لايه وده لايه. 300 معاك لو انت تشتغل اي شيء مطبوع في الديجيتال. تمام. دخلت بانرات انت شغال 72 عشان تبقى عارف برضو النقطه دي. طيب امتى استخدمه في السوشيال ميديا؟ لو انا هعمل بوستر سوشيال ميديا بس هينزل على ويب سايت خاص بالشخص نفسه اللي هو صاحب الموقع. تمام. طيب امتى اشتغل 72؟ لو هشتغل في البانرات اللي هي طباعه البانرات، لو هشتغل ان انا اعمل بوستر سوشيال ميديا انزله على فيسبوك او على اي منصه. تمام. تبع عائله اللي هو الفيسبوك او كده، عشان بيبقى عليها لود كبير وكميه ناس كتير بترفع فيديوهات وكده وصور، فانت بتبقى واحد من وسط 100 مليون. فاهم قصدي؟ فالكميات بتبقى كبيره جدا في نفس الثانيه، فالسيرفر بيقلل الكواليتي اوتوماتيك. عشان بس ما تشتغلش تصميم والريزوليوشن 300 تيجي ترفعه على الفيس تلاقيه بكسل، طبيعي هيبكسل معاك. تمام. طيب ايه بقى المقاس الثالث اللي انا ما قلتلكش عليه في الفيديو الاولاني واقوله لك دلوقتي؟ هو 200 ريزوليوشن. تمام. الريزوليوشن بتاعك هيبقى 200. ايه 200 ديت؟ هي الوسط ما بين 72 و 300. تمام. طب ليه بنختار ال 200 ديت؟ عشان انا بشتغل ممكن العميل يجي يقول لي انا هرفع البوستر دوت على منصات زي السوشيال ميديا، وهرفعها عندي على المنصه الشخصيه بتاعتي، وهرفعها على كذا منصه ثانيه. فانت بتبدا بدل ما انت تعمل له اكتر من نسخه، لا بتريح نفسك وتشتغل 200. 200 دي بتبقى الحاجه الوسط اللي بتيجي في الناحيتين بتشتغل عادي، ما بتديكش بكسله مثلا لو في ضغط، او بتيجي على الموقع الشخصي وتعمل بيكسلز، لا هتبقى مظبوطه في الاثنين. تمام. طيب بعد كده خش معايا بقى في الكالر مود. الكالر مود دوت قلنا هو عباره عن نوع الالوان اللي بنشتغل بيها. قلنا عندنا نوعين مهمين، الار جي بي والسي ام واي كي. سيبك من الباقي انت مش هتحتاجه في حاجه، حتى الجري سكيل مش هتحتاجه في حاجه. وشرحنا يعني ايه ار جي بي، وشرحنا يعني ايه سي ام واي كي، وقلنا يعني الار جي بي هو الريد والجرين والبلو، هي دي الوان الشاشات عشان كده بنشتغل فيها في اي حاجه تتعرض على شاشه. والسي ام واي كي هي الوان الطباعه اللي هي السيان والميجنتا واليلو والبلاك، ودول اللي بنشتغل بيهم في الطباعه ودول اللي بيبقوا موجودين في احبار المكنه. تمام. بعد كده بقى في نقطه مهمه وهي الباك جراوند كونتنت. تمام. اللون بتاع الباك جراوند بتاعك اللي انت هتدخل عليه، في عندك وايت، في عندك بلاك، في عندك ترانسبيرنت، وفي عندك كوستم. تمام. الكاستم دوت اللي هو يا صديقي انت بتفتح كده تدوس عليه بيبدا انت تختار اللون اوتوماتيك اللي انت محتاجه وتدوس له اوكي يبدا يطبق لك اللون ده هنا كده. تمام. طيب بعد كده عندك البلاك اللي هو اللون الاسود، والوايت اللون الابيض. تعالى بقى في نقطه مهمه وهي نقطه ترانسبيرنت. بص بيديك مربع شفاف، هو مش مدي لون اصلا، هو فاضي. تمام. ايه بقى الترانسبيرنت دي يا صديقي؟ ترانسبيرنت ديت لو انا هعمل حاجات بتتلزق او استيكرات او كده، وعايز الاستيكر بس هو اللي يطبع، او عايز الحاجه اللي انا هعملها بس في قلب التصميم هي اللي تطبع، مش الحواف بتاعته. تمام. يعني مش حرف ابيض يطلع معاه او حاجه تبقى حوالين منها. فبنشتغل ترانسبيرنت عشان بتبقى الخلفيه شفافه، وفي الطباعه بتطلع شفافه برده، ما بتطلعش باي شكل. تمام. تعال ندخل بينا يلا على بروجكت ننفذ فيه نعرف فيه التولز بتاعتنا. نحط اي مقاس وليكن 25 و25 عشان بس نخش نشوف الاشكال بتاعتنا اللي جوه ونتكلم عن التولز. خد لك بريك 10 دقايق او ربع ساعه كمان عشان نبدا نشرح التولز، واكتب ورايا كل حاجه هقولها
بالتفصيل، لان هشرح التولز اللي ما شرحتهاش واللي شرحتها، وهحط لك نقط زياده عليها كمان. فاصل ونرجع. كده احنا دخلنا لواجهه البرنامج بتاعنا اللطيف الظريف، اللي والله العظيم ثلاثه يا جدعان من اسهل البرامج اللي ممكن تتعامل عليها. يبان لك بس من اول انها مرعبه، بعد كده هتلاقي نفسك بتلعب بيها لعبه. تمام، تعال نتكلم انا وانت كلام بسيط كده عن القوائم اللي عندنا. انت عندك ثلاث قوائم مهمين لازم تعرفها. القائمه اللي فوق ديت وهي فايل واخرها هيلب، كل ده كده انت محتاج تعرفه. تمام. قائمه التولز اللي على ايدك الشمال، ودي قائمه مهمه جدا وهنشرحها برضه. قائمه لايرز، تمام، عشان فيها اختصارات تحت مهمه احنا محتاجينها برضه. فانا هشرح لك ان شاء الله حاليا الثلاث قوائم دول، واقول لك ايه الاهم فيهم، فالمهم فاللي ملوش مهم اهميه عندك ومش لازم تعرفه اصلا. تمام. بس ثلاثه هشرحهم لك عشان بس ايه الناس اللي كانت فاكره انها بتتكروت في قلب السكشن. لا يا باشا، انت ما اتكروتش، انا بس اللي كنت ايه مش عايز اشرح لك حاجات انت مالهاش لازمه عندك. تعالى بقى دلوقتي اشرح لك الدنيا كلها. اول حاجه تعالى نمسك بانل التولز عشان دي اهم واحده فيهم، اللي على ناحيه الشمال دي نتكلم فيها. اول حاجه الموف تول. الموف تول دي ايه لازمتها يا صديقي؟ الموف تول دي لازمتها لما انا اعمل شيب هنا كده في المكان ده اقدر احركه بيها. يعني مثلا لو جيت عملت شيب كده اقدر بالموف تول دي وانا واقف على الموف تول اهو ابدا احرك الشيب ده في اي مكان. هي دي لازمه الموف تول. بعمل بها حاجات كتير قوي، منها تحريك الاشكال ومنها ضبط الاتجاهات بتاعتي وكل الكلام ده. تمام. هقول لك ضبط الاتجاهات ازاي. يعني زي ما انت شايف كده، بص في لايرز، في اسهم عماله تظهر وتختفي، هي اللايرز دي. مجرد ما باجي هنا كده الموف تول اوتوماتيك بتقول لي ان انت كده حاطط الشكل بتاعك في السنتر اللي هو بتاع البروجكت بتاعك، والاربع اماكن الاربع اتجاهات اللي هي معلم لك عليهم دول، الاربعه دول قد بعض. تمام. يعني هي حطوا لك في السنتر وخلت لك الاربع اجزاء قد بعض. كويس. دي الموف تول دي لازمتها عندنا. تاني حاجه معانا وهي ريكتانجلر ماسكولار تول. ركز يا صديقي عشان شفت لخبطه كتير بتحصل ما بين الريكتانجل ماسكولار تول والريكتانجل تول. يا جدعان اقسم بالله الاثنين دول عكس بعض. يعني ده كده مش نفس الشكل بتاع ده كده. بص كده، هل ده هو ده؟ يا عم خلينا خليهولك ستوك يا عم زيه. اهو اهو. تمام اهو. هل ده هو ده؟ ركز كده، ده هو ده. ده كده لاين اسود ثابت. شايف ده كده عمال يتحرك ازاي؟ شايف ده بيتحرك ازاي كده؟ الريكتانجلر ماسكولار تول يا صديقي هو لازمته ان هو بيقطع لك الحاجه ديت. يعني انا لو جيت حطيته هنا كده على مثلا الدوريه وجيت وقفت على الليله الدوريه هقدر اقطع اجزاء من الدوريه واشيلها. ثواني اوريك. هقدر اقطع اجزاء من الدوريه واشيلها. ثواني اهو. بص كده، مجرد ما انا وقفت على الدوريه هقدر اقطع من الدوريه واشيل اهو. انا كده قطعت جزء من الدوريه وشيلته. بص مجرد اصلا ما انا وقفت هنا كده عمل لي ايه؟ شايف كده علامه المقص دي؟ مجرد ما تظهر لك علامه المقص دي اعرف ان انت كده في مكان تقطيع، مكان تجزئه، مكان انت معلم عليه وعايز تشيله معاك اهو. تمام. ده غير ده. يعني انا عمري ما اجي مثلا ايه، ثواني بس كده اعمل دي سيلكت. عمري ما اجي بالريكتانجلر تول كده واجي اعمل كده واجي اقوم شايله والله هلاقيه قص. مفيش الكلام ده يا صديقي. مفيش الكلام ده. ده كده ريكتانجل، ده كده شكل. ده غير ده. ركز واصحى معايا في الكلام. تمام. طيب ايه لازمه الريكتانجلر ماسكولار تول يا صديقي؟ ان انا بعمل بيها تقطيع لاي حاجه بشكل الريكتانجل او بشكل الدوريه او بشكل اللاين. كل الكلام ده انت هتفهمه بعدين. تمام. عن طريق الشغل. يعني انا مثلا جبت رسمه وحاسس ان انا مش عايز الرسمه كلها، عايز نصها بس، فباجي اقوم محدد النص التاني من الرسمه ديت واقوم جاي شايله مسحه من زرار ديليت، او من ان انا اشيله وامسحه في قلب الريسايكل بين تحت. كويس. كويس. تعالى بعد كده معايا بقى على اللازو تول. ايه فايده اللازو تول ديت؟ اللازو تول دي فيها اتنين مهمين جدا، اللازو تول والماجنت لازو تول. الاثنين دول مهمين جدا. اللازو تول اول حاجه ان انا بعمل سيلكت لشيب معين بايدي، مجرد ان انا بحرك الماوس ودايس كليك يمين وابدا اسيب. مجرد ما هسيبه هو هيعمل لي سيلكت للمكان دوت اهو كده. عمل لي سيلكت للمكان اللي انا رسمته. فاهم قصدي؟ عشان لو انت ما تعرفش تستعمل البين تول، وهعرفك يعني ايه بين تول دلوقتي. طيب ايه فايده الماجنت تول بقى؟ بص بقى بس يا صديقي، الماجنت تول دي بص هي حاجه جميله بس صعبه، اصعب من اللازو تول. انا لما ادوس كده بعمل بوينت. بص يا باشا، مجرد ما بعمل انكر بوينت وانا ماشي اي خطوه انا بمشيها هو بيبدا اوتوماتيك يحط لي بوينتس ويلف لي عليها. تمام. مجرد ما هاجي اقفل عند البوينت الثانيه كده عمل لي الشيب بتاعي. تمام. يعني ايه؟ انا باجي اعمل كده اهو. اهو انا برسم اهو رسمه عادي، مجرد ما هاجي اوصل للبوينت دي كده وادوس كليك يمين تاني هيبدا يقفل لي الشكل بتاع الرسمه اللي انا رسمتها. تمام. بيعمل سيلكت بس انا بديله بوينت اساسيه وبعمل انا امشي بقى. امشي انا مش دايس حاجه في الماوس عشان بس ما حدش يقول لي انت دايس زرار في الماوس او حاجه. انا مش دايس اي حاجه. انا مجرد ان انا دوست كليك يمين في الاول كده وبعد كده فضلت امشي بحرك الماوس بس. تمام. واجي راجع عند البوينت الاساسيه بتاعتي لحد ما تلاقي الدوريه الصغيره اللي ظهرت تحت دي دوس كليك يمين تاني يبدا يقفل لك الشيب بتاعك على بعض. تمام. واضحه الكلام دوت؟ واضحه الكلام دوت. تعال نخش انا وانت على الكويك سيلكشن تول. كويك سيلكشن تول يا صديقي وهي اداه التحديد.
آية التحديد اللي هي ايه؟ ان انا ببدا اعمل سيلكت جزء معين كده، وهو يبدا يعمل لي سيلكت ليه زي كده. تمام؟ يعني مثلا هنجيب افتراض، انا هجيب ريكتانجل هنا كده اهو، تمام، لونه اسود. تمام؟ ثواني انا هعمل خطوه مبكره شويه بس عشان ايه؟ عشان افهمكم النقطه دي. انا دلوقتي الريكتانجل ده والباك جراوند الاثنين حاجه واحده، صح؟ انا عايز اعمل سيلكت للريكتانجل ده بس وما معيش اللاير بتاعته. ببدا اجيب الكويك سيلكشن تول هكذا، وادوس كليك على الريكتانجل. انا كده عملت سيلكت للريكتانجل. اجي على الموف تول، هتلاقي علامه المقص ظهرت لك، شيل يا باشا الريكتانجل وامشي بيه. ده كده عملت قص الريكتانجل بتاعك. شلت الريكتانجل او الجزء اللي انت حددته وحركته في اي مكان، وتقدر تفصله في لاير ثانيه كمان. دلوقتي هعرفك تعملها ازاي. تمام؟ تمام. تعالى بقى نكمل. معاك ايه تاني؟ معاك الكروب تول. ايه فايده الكروب تول؟ انا التصميم بتاعي وليكن كنت عامله 25 في 25، بس انا حاسس ان المقاس ده مش هيجي معايا، عايز اوسع المقاس شويه. باجي امسك من هنا كده واكبر المقاس بتاعي على قد ما انا عايز، يبدا يديني فكره المكان ده فاضي. هكبر من الناحيه دي مثلا شويه، هيديني المكان ده كله كده فاضي. بص كده، انا كنت من تصميم ما كانش فيه غير المربع ده، انا خليت الشكل الكبير ده كده التصميم بتاعي بالمقاس بتاعه. تمام؟ ندخل للتول اللي بعدها، وهي التول بتاعت الفريم تول. ركز بقى في الفريم تول ديت، هي مش مهمه بس لازم تعرفها. انا برسم مستطيل اهو. تمام؟ ده كده مستطيل اترسم. شايف الشكل ده؟ شايف الشكل اللي ظهر لك ده كده؟ شايف ده كده اهو؟ تعالى هنا كده يا باشا، حط لي الفريم تول ده كده. شايف الفريم تول عمل ايه؟ عمل ماسك للشكل وقام مدخله. يعني انا رسمت الشكل ده بره صح اهو، بس انا عايز احط المستطيل ده جواه. امسك لي الشكل ده كده يا باشا وحطه لي فوق المستطيل. تمام؟ الرندر اللي بيحصل ده من النسخه. بص كده يا باشا، قص لي الجزء اللي انا عملته وضافه لي في لاير هنا اهو. مجرد ما هاجي احركه، هو بيحرك لي الماسك نفسه، بيحرك لي الشيب نفسه مش الماسك نفسه اللي معمول. تمام؟ بص كده، يعني الشيب اللي جوه هو اللي بيتحرك. انا لو عايز احرك الشيب اللي جوه هاجي اقف هنا كده واحرك الشيب اللي جوه اهو. تمام؟ طب ايه فايده دوت؟ ان انا ممكن اعمل مثلا تصميم كامل. تمام؟ وليكن اعمل تصميم كامل وابقى محتاج ان انا اعمل له بقى اعمل مكان معين. انا مثلا خلصت التصميم بتاعي وعايز اسيب مكان معين هنا كده، وليكن ثواني بس اعمل لك سيلكت بيها. وليكن المكان ده كده احط فيه صوره. يعني انا عايز اخلص التصميم بتاعي وعايز اخلي المكان اللي انا عملت سيلكت عليه دوت يتحط فيه صوره، وفي نفس الوقت ما اقعدش اظبط سنه سنه، اقوم عامل الفريم على قد المقاس بتاعي. تمام؟ وابدا اجيب الصوره احطها جواه. خلاص كده انت عملت سيلكت للمكان بتاعك. تمام؟ كده احنا شرحنا اول 5 او 6 ادوات، اول 6 ادوات بالظبط. خد لك بريك 3 دقائق بالظبط، جمع المعلومات، اكتبها كلها في التفاصيل في الكراسه بتاعتك بشرحك الشخصي انت لنفسك، وجرب الادوات دي وقول ايه المشكله اللي ظهرت معاك وارجع لي تاني. سنعود بعد قليل. عدنا. طيب يا صديقي، تعال نكمل. تاني حاجه معانا الاي دروبر. الاي دروبر ديت احنا بنسميها عندنا بلغه التصميم البايب تول، او باللغه الميديكال. تمام؟ يعني ايه بايب تول؟ يعني انا اوتوماتيك حاطط لونين تمام فوق بعض، وانا عايز اللون اللي هنا دوت. تمام؟ ببدا اعمل سيلكت للنقطه ديت اللي انا واقف عليها دي، يبدا هو ياخد الكلر بتاعه ويحط لي تحت في الميكسر. وليكن انا هعمل ريكتانجل هنا كده واخلي الريكتانجل بتاعي اسود. تمام؟ انا اللون اللي معايا دلوقتي بره ايه؟ ابيض اهو، ابيض. انا محتاج اللون ده يبقى اسود. هاجي هنا كده وادوس كليك، بدا اوتوماتيك يغير معايا اللون. ان انا كده اخترت اللون الاسود. طب انا غيرت لون المستطيل ده وخليته احمر. تمام؟ اهو اجي على البايب تول كده ادوس هنا غير لي اللون احمر. فهمت الدنيا دي؟ طيب نخش على اللي بعده. معاك بعد كده بعدها على طول عندك السبوت هيلينج براش. السبوت هيلينج براش دي ايه لازمتها؟ ان انا بعالج بيها الاخطاء اللي في الصوره. يعني لو حد عنده نمش في وشه، نبدا نشيل له النمش بالهيلينج تول. عنده مثلا واحد متصور والكاميرا جودتها عاليه ومثلا في حبايه في وشه مثلا عايز يخبيها، بنبدا برده بالهيلينج تول نمشي على الحاجه ديت نخبي الشكل بتاعها كويس. كل ده هيبان معاك في الشغل واحنا شغالين. البراش تول، براش تول هي الفرشه. عارف انت فرشه الرسم؟ هي ديت اهي. بص كده، تعالى هنا كده ادي لك لاير فاضيه. دي فرشه رسم. انا مجرد ما هاجي هنا باللون الاحمر امشي كده وانا برسم. هي فرشه رسم عاديه، فرشه. براش تول هي الفرشه اللي بنرسم بيها. تمام؟ انا مثلا واحد عايز ارسم كده هرسم اهو اهو. انا كده خليت لي الباك جراوند بتاعتي كلها حمرا. يلا يا عم، هي البراش تول فرشه عاديه، فرشه. تمام؟ بعد كده خش معايا في الكولون تول. تعالى بقى في الكولون تول دي واقفل دي كده. انا الكولون تول تعالى معايا هنا، انا عايز اخد نسخه من هنا. تمام؟ وابدا الون بره بنفس اللون دوت. اول حاجه هعمل لاير فاضيه. تمام؟ تعالى هنا كده، دوس لي الت. تمام؟ وخد لي نسخه عشان يديك الشكل دوت، ودوس كليك هنا. سيب الالت واطلع فوق، ابدا لون. هتلاقيه بياخد من تحت يطلع لفوق. طبعا عشان دول عنصرين منفصلين وانا برسم في لاير ثالثه، فمش هيبدا يعمل حاجه زي دي. يعني انا هنا لو جيت عملت كنترول شيفت اي كده، تمام، وجيت مسكت الشكل ده كده وبدات اجي هنا باللي هو اسمه ده الكولون تول واخد نسخه وابدا الون بره، بص اوتوماتيك هو بياخد من تحت. لو خدت بالك في علم بلس تحت، ياخد من تحت وبيبدا يكرر الشكل فوق اهو.
انا بياخد من تحت ويبدا يكرر لي الشكل فوق تاني اهوت. انا نقلت المستطيل من مكانه في ثانيه وضريت كمان المستطيل القديم. تمام، هي دي فايده الكولون تول. خش معايا بعد كده في الارت هيستوري. تمام، الهيستوري براش تول. هيستوري براش تول انت مش عارف تستعملها وملهاش اي 30 لازمه معاك على فكره. هي مجرد انها بتجيب لك اخر استخدام للبرش بتاعك. تمام، البرش اللي انت كنت بتستخدمها بتجيب لك نسخه منها بس كده وتعمل لك نفس النسخه دي. فملهاش استخدام معاك لان البرش تول الاصليه هي اللي تشغلك، يعني دي انت مش محتاجها في حاجه. تمام. الاريس تول هي كل فايدتها ان انت تمسح بيها اي حاجه انت محتاج تمسحها. تمام اهي. دي كده الاريس تول. طبعا بتظبط السايز بتاعها هي والبراش تول وبتظبط الهاردنس بتاعتها وهوريك دلوقتي ازاي. تمام، تعالى معايا. طيب تعالى بقى نقطه الجريدنت تول يا صديقي اللي طلعت عيني واللي لقيت كلكم بتسالوا فيها واللي لقيت كله حرفيا مش عارف اقول عليكم ايه والله بجد. بس كله بيسال في حاجات احنا اتقالت فيها وحاجات بسيطه جدا وحاجات سهله جدا. يعني كله عنده مشكله وهي مشكله بصريه. فانا من افضل يعني ان كلكم تلبسوا نظارات عشان ده المشكله اللي انا بتسالوا فيها دي مشاكل بصريه مش مشاكل في الشغل نفسه. في فرق يا صديقي ما بين الشكل ده والشكل ده، واظن انها وصلت. الشكل ده والشكل ده، دي ترانسبيرنت دي باك جراوند، دي ترانسبيرنت دي باك جراوند. بص كده، بص ركز معايا، دي ترانسبيرنت دي باك جراوند، دي ترانسبيرنت دي باك جراوند. يعني انا لما اجي اعمل بالشكل ده كده، اجي اعمل هنا اللي هو الجريدنت بتاعي هيبدا يعمل لي التدريج بتاعي في اللون. ثواني عشان بس ايه البروجكت ده باظ. تعالى نعمل بروجكت جديد اهوت. بص دي كده ترانسبيرنت. تمام، دي كده بباك جراوند. بص كده اللي باك جراوند يا صديقي، بص كده، بص ركز معايا، مش هتبان معاك صح؟ تعالى اما اجيب لك واحده بقى من ديت من الباك جراوند دي واخلي لك الباك جراوند اللون التاني اسود عشان بس تبان معاك. تمام، بص كده يا صديقي اهو. دي كده الباك جراوند، دي ترانسبيرنت، دي باك جراوند، دي ترانسبيرنت، دي حاجه ودي حاجه، دي حماده ودي حماده تاني. تمام، يا ريت بس ما نقعش في النقطه دي عشان الناس تيجي تقول لي ايه يا باشمهندس انا دلوقتي اشتغلت واخترت اللون وجيت اعمل لقيته بيديني احمر وابيض او مثلا اخضر وابيض او اصفر وابيض اي لونين بقى. يجي يقول لي طب انا كنت عايز لون واحد بس ويضربه زي ما انت كنت بتعمل. يا صديقي ما تختارليش حاجه باك جراوند، اختار لي اللي جنبه اللي ترانسبيرنت. طيب انا دلوقتي عايز اعدل اللون، دوس على اللون نفسه من هنا كده يبدا يفتح لك البانل دي. دوس لي هنا، مالكش دعوه باللي فوق دول، اللي فوق دول بتوع التدريج. تمام، دوس لي هنا كده يا باشا تحت هنا على علامه السمبوكسه ديت هتلاقي عندك هنا بقى حته كلر. تعالى هنا كده وغير لي الكلر زي ما انت محتاجه لاي حاجه. تبدا مجرد ما تختاره يبدا يتغير معاك. بس ركز معايا في نقطه، الكلر اللي انت خدته هنا خد لي الكود بتاعه ده كوبي. تمام، وتعالى لي هنا في الناحيه الثانيه وحط لي نفس الكود ده تحت عشان يبقى الستارت بوينت والاند بوينت بتوعك بنفس درجه اللون. لما اجي اعمل كده يبقى اللون بتاعي اتدرج بنفس الدرجه. ثواني اشيل الجريدنت اللي اتعمل ده. لما اجي اعمل كده يبقى اللون بتاعي اتدرج. لو انا ما عملتش حركه زي ديت وجيت هنا مثلا، تعالى دوس هنا كده وجيت هنا مثلا خلي اللون ده وليكن احمر وما جيتش ناحيه اللون التاني وما عملتش فيه حاجه ودوست اوكي. تعالى هنا كده يا باشا جرب. بص كده المنظر اللي هيطلع بقى تداخل لونين مع بعض مش لون واحد. فهمت قصدي؟ يعني انت ما قلتلوش ان انت عايز لون يبقى اوله احمر ونهايته احمر، لا انت قلت له احمر واللون التاني نفس اللون القديم اللي كان موجود. تمام، عشان بس الناس ايه اللي بتقف معاها النقطه ديت يا رب تكون وصلت. تمام، سيبك بقى من بقيه النقط اللي هنا سواء كانت الدايموند والكلام ده كله، كل الكلام ده هيوضح معاك في الشغل، سيبك منه خالص. تعالى بعدها هتلاقي عندك التول بتاعت البلور تول. ايه هي البلور تول؟ ان انا مثلا معايا صوره، والله في صوره فيها شخص معين انا مش عايز اعمل له كات او مش عارف اعمل له كات وليكن وعايز اعمل له بلور. عايز اعمل له بلور يعني ايه؟ يعني اداري الملامح بتاعته. يعني ثواني كده هروح اجيب لك صوره وارجع لك تاني. وليكن بص معايا كده يا صديقي، انا كده جبت لك صوره اهي. انا معايا شخص اللي هو دوت وانا مش عايز الشخص ده يبقى معايا. تعالى هات لي البلور تول يا باشا كده وامشي لي عليه. تمام، بص كل ما بتمشي كل ما الملامح بتاعته بتختفي، كل ما بتعيد وتزيد تلاقي الملامح بتاعته اختفت. تقدر تعدل في البلور حسب البلور اللي انت عايزه. ممكن اعدل البلور بتاعه واخليه كده. بص يا باشا الملامح بتاعت الشخص بتاعك بتختفي. تمام، طيب السترينث انت لو عليت سترينث هيختفي خالص. يعني مجرد ما هتعمل كده بص شايف المنظر بتاعه عامل ازاي؟ هي دي فايده البلور تول، كل ما هتدوس كل ما هيخفي معاك ملامح الشخص دوت. طيب هل البلور تول الشكل ده بس؟ ده الشكل اللي البرنامج بقدمه لك. تقدر تجيب اشكال تانية من على النت هوريك تجيبه ازاي. البلور تول كل فايدته ان انا بخفي بيه الملامح او بخفي بيه اي حاجه مكتوبه، بعمل لها زي فكره تشويش. الفكره دي فكره كرييتيف بنستخدمها في شغل معين وهوريك بنستخدمها ازاي. بص كده طول ما انا ماشي الحاجات عماله تعمل بلور معاك وعماله تختفي. بص كده كل ما بشيل كليك وبعمل كليك جديده بص كده الملامح بقت عامله ازاي. هوريك الشغل ده بنعمله في ايه. تمام، طيب خش معايا في اللي بعده. هات لي الصوره دي كده تاني. ثواني بس نعيد الملامح بتاعت الصوره دي من تاني عشان ايه مش عايزين عليها اي بلور عشان نعرف نشتغل عليها. هكذا. تعالى معايا عندك بقى بعد كده الدوج تول. الدوج تول دي ايه فايدتها؟ انا شايف وليكن ملامح الشخص ده انها غامقه جدا، يعني انا شايف ان الملامح غامقه جدا عايز افتحها. امشي عليها بالدوج تول. بص كده المنظر، بص كل ما بعدي بالدوج تول بص المنظر بقى افتح ازاي.
بص كده يعني مثلا لسه نرجع للاصل، انا شايف ان هنا كده عند مكان الراس غامقه جدا مقارنه ببقيه وشه. ممكن اجي هنا كده وابدا افتح المكان دوت اهو، هبدا افتح مكان زي ده بص كده. تمام، طبعا انا شايف ان المكان فتح جامد. هبدا بقى دي طول الثانيه وهي البيرن تول. فايدتها ان انا ببدا اغمق بيها، مجرد ما همشي بيها كده اهو بص، بدات اغمق الشكل تاني لحد ما تظبط الالوان بتاعتك بيها. تمام، دي فايدتها. تعالى لي بقى للبين تول يا صديقي اللي انا ما شرحتها لكش وسايبها للاستريتور. بما انك السكشن الجاي عندك الاستريتور فانا هشرحها لك. ده البين تول العادي. بص يا صديقي، البين تول فايدته بنعمل بيه ايه؟ بنقص بيه الشيبس. صعب جدا، من اصعب التولز اللي ممكن تستعملها في حياتك، وخصوصا البين تول العادي. بتبدا تعمل كليك هنا اول تول، بعد كده انا عايز اعمل هنا اورب. تمام، اول حاجه انا ببدا احط البوينت بتاعي. عندك حالتين، ممكن تسيب البوينت بتاعتك كده لو الشكل بتاعك ستريت. طب انا الشكل بتاعي واخد كيرف، دوس اعمل البوينت بتاعك كليك يمين وافضل ماسك كليك يمين وانت بتعمل، وابدا شد وحرك يمين وشمال لحد ما تظبط الشيب بتاعك. تمام، وابدا كرر الشكل ده لحد ما تكمل. طب انا عايز اكمل على نفس اللاين وليكن مش عايز اللاين يختلف، تعالى هنا ودوس الت ودوس على البوينت الاساسيه بتاعتك عشان تكمل على نفس اللاين بتاعك، وابدا امشي وكمل لحد ما تكمل الشكل بتاعك كامل. تمام، ده الكاتنج بتاع البين تول يا صديقي. عرفت ليه انا مش عايز اشرح لك بين تول دلوقتي خالص؟ انت شخص ما كنتش تفقه شيء عن فوتوشوب اصلا، فانا لما اجي اقول لك تعالى اعمل لي اللي انا بعمله دلوقتي دوت، انت تبقى قاعد اللي هو طب انا بعمله ازاي؟ وكنت حرفيا هاخد 4 5 سكاشن بشرح لكم بس ازاي تستخدم البين تول. بس انا سايبه لك ليه؟ عشان انت اصلا عندك في الاستريتور تمام كل شغلك هيبقى بالبين تول، فكده كده انا مضطر اشرحه لك في الاستريتور. تمام، طبعا انا عندي هنا بيرسم وبيحط لون ابيض، بس انا عايز اعمل سيلكت بس مش عايز اعمل لون ابيض. بتيجي من هنا من فوق وبتغير من شيب تخليها باس ديت يعني زاويه، يعني اللي هو مجرد تحديد بس. باس يعني مجرد تحديد ليس اكتر. يعني انا بعمل كده بيبدا يعمل اوتوماتيك تحديد فقط اهو، اوتوماتيك تحديد فقط. تمام، ثواني اوريك اهوت، اوتوماتيك فقط تحديد اهو، اوتوماتيك تحديد. تمام، اوتوماتيك تحديد اهو مجرد تحديد انا بعمله. تمام، عشان بس تبقى ايه الدنيا واضحه معاكم اهو، وابدا احدد الشكل بتاعي زي ما انا محتاج. طب انا الشكل بتاعي تمام في مثلا في فكره ان هو ايه كسورات كتير كده زي دوت. عندي بقى الكيرفت بين تول، ده بص البين تول بتاع الغلابه. بتحط انت مجرد البوينتس وهو بيبدا يظبط لك الكيرف بتاعك اوتوماتيك. تمام، طبعا بيجي ساعات ويبوظ بالشكل دوت زي ما انت شايف، فبنضطر ندخل البين تول الاصلي معانا في الشكل دوت، ونبدا نقص الشكل اللي احنا محتاجينه بالسنه سنه وبوز تاتا وبراحتك خالص مش هتعرف تقص الشكل بتاعك زي ما انت محتاج. اهو تقدر تمشي وتعيد. بس البين تول مشكلته انه مقرف شويه في الشغل ده. تمام، عشان كده بدانا نقلل من الشغل دوت البين تول في الفوتوشوب، بس للاسف مش هنقدر نلغيه خالص، يعني للاسف هتفضل محتاجه. تمام، طيب خش معايا بعد كده هتلاقي عندك التكست تول. ايه فايده التكست تول؟ طبعا دي حاجه غنيه عن التعريف، ان انا مجرد ان انا بكتب اي حاجه تبدا تتكتب عندي على الصوره بالمنظر دوت، وابدا اخدها احطها في اي جزء. هي دي فايده التكست تول. تمام، طبعا عندك هنا بتغير الفونت من هنا، وعندك هنا بتغير نوع الفونت سواء كان ريجولر او بولد او اي شكل، ومن هنا المقاس، ومن هنا المود بتاع الفونت شارب او سترونج او سموث، بس انت افضل خليك شارب. تعالى من هنا كده الزاويه بتاعت الكتابه بتاعتك يمين شمال في النص في اي حته، وهنا اللون بتاعك. تمام، انا بشرح بسرعه لان انا شرحت الكلام ده مسبق. تمام، خش معايا بعد كده بقى يا باشا. عندك هنا في الباس سيلكشن تول. الباس سيلكشن تول مجرد انت بتختار سيلكت لما يبقى عندك باس. يعني انا لو رسمت بالبين تول كده تمام بيبقى عندي دوت ده كده اللي انا رسمته ده اسمه باس. تمام، مجرد ما هاجي بالشكل ده وامشي عليه كده بيبدا اوتوماتيك يعمل لي سيلكت للباس اللي انا رسمته. تمام، دي كل فايدتها، بس ما بنستعملهاش لان ملهاش اي 30 لازمه الصراحه يعني من الاخر. تمام، تعالى بعد كده ريكتانجل تول، واظن فكرتها وضحت ان انا بقدر اعمل ريكتانجلز وشيب كتير، وعندي منها اللابس وعندي الراوندد ريكتانجل وعندي اشكال كتير منها. تمام، وطبعا الكلام ده كله احنا شارحينه. تعال خش معايا بعد كده في الهاند تول. الهاند تول هي التحريك تمام بتاع البروجكت كامل، يعني انا اقدر احرك البروجكت كامل بالهاند تول. طيب ممكن اجي من هنا كده واعمل الروتيشن هاند تول. الروتيشن هاند تول ده يا صديقي بقى يعني حوار وابدا احرك بيها البروجكت بتاعي، اعمل له روتيشن يمين او شمال. طبعا انا كارت الشاشه بتاعي فاصله حاليا عشان بس في الصيانه، فطبعا اللي مديني علامه الاكس ديت عشان هو محتاج كارت شاشه طبعا اوبن جي ال، لازم يكون كارت شاشه عشان يقدر يلعب في حاجه زي دي. وانا الكارت بتاعي في الصيانه حاليا. تمام، فطبعا انت هتلاقي شغاله عندك عادي لو عندك كارت شاشه في الجهاز. بعد كده عندك الزوم تول واللي هي بنعمل بيها زوم اوت او زوم ان. تمام، عشان بس الكلام يبقى واضح، الزوم اوت بنعمله بالزوم تول، او بالزوم اوت بالزوم تول برضه، زوم ان وزوم اوت. تمام، هي دي كل فايده الزوم تول. ما بنستخدمهاش كتير لان انا هوريك اختصار جديد دلوقتي هيريحكم الحوار ده كله. كده احنا شرحنا البانل بتاعت اللي هو بتاعت التولز اللي على ناحيه الشمال كامله مكمله. اظن كده مش ناقصك حاجه فيها.
خد لك بريك ربع ساعه يا صديقي وارجع لي اكمل لك شرح. سنعود بعد قليل. عدنا. طب يا صديقي، خدت البريك الجميل بتاعك، شربت كوبايه القهوه بتاعتك، قوم جدد كوبايه القهوه بتاعتك، تمام، وكمل معايا. تعال نخش على تاني بانل. تاني بانل معايا وهي البانل اللي فوق ديت، انا هشرحها لك قبل البانل اللي هنا لان هي يعتبر اكتر اهميه من ديت. تمام. هنا البانل بتاعت فايل وايديت وايمج ولاير وتايب وسيلكت وفلتر و3 دي وفيو وويندو. كل البانلز ديت اللي هي اختصاراتها بتبقى موجوده معاك في قلب البرنامج. بس لو اختصر لا قدر الله ضاع منك، زي مثلا حد كلمني قال لي انا اللايرز اختفت عندي، وليكن انا زي عندي كده اهو، انا هخفي لك كله. انا مثلا وليكن اللايرز اختفت عندي، وليكن، او مثلا الشكل كله اختفى عندي وبقى بالشكل ده، وانا ده ما كانش شكل البرنامج عندي، عايز ارجعه للشكل الاساسي للديفولت بتاعه. اعملها ازاي؟ هبدا ادخل من هنا كده من قائمه ويندو، وابدا اجي على ورك، اجي من هنا واعمل ريسيت، اجي من هنا كده من قائمه ورك سبيس واعمل ريسيت اسينشالز. تمام، هيرجعنا بالشكل الديفولت الاصلي زي ما رجع معايا بالشكل ده. تمام، اعمل كده كلوز للحاجات اللي انت مش محتاجها زيي، وابدا يفضل معاك الشكل اللي انت محتاجه. طيب وليكن انا دلوقتي عندي بانلات برضو بعد ما عملت رجوع ما رجعتش معايا، اللي هي الباراجراف والكلام ده، انا محتاج البانلات دي هلاقيها فين؟ في قائمه ويندو برضو. هتلاقي عندك هنا القائمه بتاعت ويندو كامله، هي كل حاجه فيها. هضيف مثلا باراجراف عندي هنا اهوت، اللي انا بختار منها اللي هو العربي لو لا قدر الله في مشكله بعدله من هنا. تمام، عندي من هنا كده عندك الستايلز، عندك البروبرتيز، عندك الباس، عندك الباراجراف، عندك اللي هو اللايرز، عندك اللاير كومباس. تمام، عندك الانفورميشن هيستوري. كل الكلام دوت تقدر تضيفه عندك في المكان دوت او في اي مكان، مجرد انك تدوس تعمل عليه علامه صح او تختار من هنا هيبدا يديك الاختصار بتاعه. تمام، واضح الكلام دوت معاك. تاني حاجه قائمه اديت، عندك من هنا من بيرفورمانس، لو انت عندك مشكله في الخط بتيجي في كلمه تايب وتبدا تعدل التايب معاك وتخليه ميدل ايست، تدوس اوكي وتراستر النسخه. تمام. طيب ايه الحاجات المهمه اللي هنا؟ عندك ايمج، اول حاجه المود. لو انت لا قدر الله اشتغلت مثلا حاجه للطباعه واكتشفت ان الشخص مش عايز يطبعها، ده عايزها سوشيال ميديا، تيجي تقدر بكل سهوله من هنا تغير الكالر مود بتاعك من الار جي بي للسي ام واي كي، او من سي ام واي كي للار جي بي، ايا يكن لاي مود انت محتاجه هيشتغل معاك عادي. تمام. تاني حاجه عندك اللي هي الايمج سايز. لو انا اشتغلت مقاس معين والعميل جه قال لي انا محتاج اقلل من المقاس ده سنتيمتر او 2 سم، اول حاجه بيظهر معايا المقاس هنا اهوت. تمام، اول حاجه اقفل لي القفل من هنا لو انت هتصغر زاويه واحده وهتسيب الثانيه. وليكن انا العميل جه قال لي انا عايز 24 في 25 مش 25 في 25، هرجع اعيد الشغل تاني؟ لا طبعا، هشتغل من هنا كده واكتب 24، بقى عندي تصميم 24 في 25. طيب ريزوليوشن، انا اشتغلت 300 وهم هيشتغلوا مثلا بانر او حاجه، هغير من هنا عشان خليتني 70 في ثانيه هيغير معايا. تمام، ادي الاوكي بتاعتك هيبدا يطبق التطبيق بتاعك ويتعدل. تمام. ايه تاني معايا مهم؟ اللي هو الايمج روتيشن. لو انا اشتغلت طول وانا هو العميل عايزني اشتغل عرض، ادي كليك كويس على طول الشكل يتقلب معاك. اشتغلت عرض والعميل عايزني اشتغل طول، ادي كليك كويس تاني وهيتعدل معاك. بتعمل روتيشن للشكل نفسه. تمام، كويس، وضحت الكلام دوت. تمام، تعال نخش انا وانت بعد كده للنقطه الثانيه، وهي ايه؟ وهي قائمه لايرز. تمام، قائمه لايرز ديت اللي انا بحدد منها كل الاختصارات بتاعتها موجوده هنا، فانا مش هشرحها لك على هنا، يعني مش هشرح لك من البانل دي لان البانل دي صعبه جدا، وكميه ان انت توصل لاي حاجه هتقعد كتير قوي. لا هي هنا سهله جدا واشرحها لك هنا لما اوصل لها. تمام، قائمه طيب نفس الحكايه، كل اختصاراتها برده معانا في اماكن ثانيه واسهل بكتير. تمام، سيلكت هي الوحيده اللي انا هقف عليها هنا كده. انا وليكن معايا تصميم زي دوت. تمام، انا عايز اشيل الباك جراوند ديت واسيب البوستر، بس انا طبعا لو جيت كويك سيلكشن بالكويك سيلكشن تول مش هيعرف يعمل لي سيلكت الحاجه زي ديت. تمام، باجي من هنا من قائمه سيلكت وبعمل حاجه اسمها اللي هو اقف لي بس اول على اللايرز، ومن السيلكت عندك في حاجه اسمها الكالر رينج. الكالر رينج اللي انا بقول له الكالر ده انا محتاج اشيله، ببدا اعمل كده كليك عليه بيبدا اوتوماتيك يوريني الشكل بتاعي، ادوس له اوكي. مجرد ما ادوس له اوكي يعمل لي سيلكت للشكل بتاعي اللي جوه اقدر اتحرك بيه واروح بيه في اي مكان. تمام، يعني انا كده عملت سيلكت للشكل بتاعي اللي انا محتاجه اللي هو اللون الاصفر، وهو عمل لي سيلكت لكل الاصفر اللي موجود معايا في التصميم وساب لي الابيض بس اللي مش موجود اللي هو موجود معايا. لو انا كده جيت عملت شيلت هبص كل حاجه معموله بالاصفر اتشالت في دوسه زرار، عشان انا عندي فوكس بوينت انا قلت له سيلكت لي عليها. تمام، تعالى من قائمه سيلكت تاني وخش على السبجكت. لو انا عايز احدد عنصر معايا زي الشخص ده مثلا ومحطوط ورا خلفيه بيضاء مثلا، فانا عايز اشيله ومش عايز اتعب نفسي في القص، باجي من هنا سيلكت واعمل سيلكت سبجكت، اوتوماتيك بيبدا يحدد لي العنصر بتاعي زي ما هيحصل دلوقتي، بس هنا في تفاصيل كتير فهو مش هيعرف يعمل سيلكت كويس. تعالى وليكن نجيب صوره فيها عنصر واحد وارجع لك تاني نوريك الشغل هيبقى عامل ازاي. ورجعت لك تاني يا صديقي، انا حاليا جبت الصوره دي. الصوره دي انت زي ما انت شايف كده الخلفيه بتاعتها بيضاء، بس انا مش عايز الصوره بالخلفيه، انا عايز صوره القطه فقط. تمام، هاجي من هنا من سيلكت وانا واقف على اللاير بتاعتها وانزل على سيلكت سبجكت.
اوتوماتيك هو هيتعرف على السبجكت اللي معايا وهيعمل له سيلكت بطريقه احترافيه جدا، تقدر ساعتها تشيل السبجكت بتاعك وتحركه في اي مكان، مش هيواجهك اي مشكله. زي كده اهوت، انا كده خلعت القطه من مكانها، ما واجهنيش اي مشكله، واتقصت قص احترافي جدا، مجرد تفاصيل بسيطه جدا اللي ضاعت منها. تمام. وهتطلع بكواليتي كويسه، والقص بتاعه تحفه الصراحه. تمام. خش معايا بعد كده سيلكت، ما فيهاش حاجه مهمه تاني ما اظنش يعني. تمام. فلتر دي قائمه مهمه جدا، وسيبها لي لان دي فيها لعب كتير قوي، وفيها كميه حاجات كتير قوي هتظهر معاك في الشرح دلوقتي واحنا شغالين. فاركن لي قائمه فلتر خالص، لان لو انت واحد بتابع معايا في الكورس وبتذاكر اول باول ورايا هتعرف ان قائمه فلتر دي في قائمه مهمه جدا. تمام. مفيش معاك بعد كده غير قائمه فيو، وديت فيها ثلاث حاجات مهمين. البرنت سايز، لو انا راجل شغال مع مطبعه وعايز تاكد ان الصوره اللي انا حاططها دي مش مبكسله عشان لما اطبع ما تطلعش مبكسله، باجي من برنت سايز وادوس عليها يبدا اوتوماتيك يوريني السايز بتاع البرنت اللي هتطلع بيه الصوره. يعني انا لو مثلا جيت فتحت هنا، ثواني نفتح مثلا بروجكت وليكن 3 متر في متر مثلا، وجيت قلت له والله هات لي صوره القطه دي حطها لي هنا. تمام. وكبرتها مثلا وليكن هكذا. تمام. انا عايز اتاكد القطه دي بعد ما تطبع هتطلع بالشكل دوت ولا مش هتطلع بالشكل دوت. اجي هنا من قائمه فيو واجي على برنت سايز وادوس هنا كده، بيبدا يوريك التفاصيل بتاعه الصوره اللي انت حاططها، هل مبكسله ولا لا. لو جيت على اماكن زي دي تلاقي مثلا الصوره دي مش مبكسله، فاوتوماتيك اعرف ان دي بعد الطباعه هتطلع معاك بنفس المنظر ده. تمام. دي المهم في البراند في قائمه فيو، البراند سايز رقم واحد. رقم اثنين نيو جايد لاي اوت. الجايد ده مهم في ايه يا صديقي؟ الجايد ده مهم معاك ان انت لما تيجي تشتغل في التصميم ان شاء الله، خصوصا المطبوعات، هتلاقي عندك الراجل بتاع المطبعه بيقول لك انا محتاج حاجه اسمها مسافه امان. مسافه امان دي ايه يا صديقي؟ وهي ان انا لما اجي اشتغل على الحاجه، لا قدر الله لو انا جيت اشدها على الخشب او حاجه ما يشدش معاها التصميم نفسه او الكتابه نفسها تروح او اي حاجه، فبنسيب مسافه امان بتبقى مثلا 5 سم 10 سم هكذا على حسب المقاس اللي انا بيبقى شغال بيه. تمام. دوس هنا كده على نيو جايد لاي اوت. طبعا انت اللي هيكون شغال معاك الكولومز. تمام. احنا مش محتاجين لا كولوم ولا الرو، اقفل الاثنين دول وتعالى لي هنا على الميرجن وتعالى لي هنا. انا مثلا شايف ان الوحده عندي انش. تمام. اكتب المقاس بتاعك بالسنتي 1.5. تمام. انا مثلا شايف ان 1.5 ده المقاس بتاعي وعايز اعرفه ان انا شغال سنتي مش انش، اكتب له سنتيمتر، هيبدا اوتوماتيك يعرف ان انت شغال سنتي. وتلاقي بص شفت الشكل رجع معاك ورا ازاي. وابدا قرر المقاس بتاعك في كل الخانات. انت كده سبت مقاس 1.5 سم امان على التصميم بتاعك. ما تخرجش الكتابه بره الشكل دوت، ده كده لاير الامان بتاعك. تمام. كويس. دي كده المهم في قائمه فيو، الاثنين دول المهمين. في عندك اللي انت لو هتعمل جايد تقسم بيه، هيبقى عندك دوت ده بيقسم لك الشكل طول وعرض بس. يعني مثلا ممكن اكتب 50 سم وليكن او 50 انش، تمام، هيبدا يعمل لي اللاين دوت كده. ده كده الجزء ده كده 50 انش. تمام. واضح الكلام دوت. خش معايا في قائمه ويندو اللي احنا شرحناها، اظن الدنيا بقت سهله معاك دلوقتي وانت كده درست اول حاجتين. خد لك بريك 10 دقايق وارجع لي لان الوقت بيأذف بينا. سنعود بعد قليل. عدنا. نخش بقى للجزء الاخير، وده جزء مهم جدا عشان انا جالي وسواس قهري منكم والله يا شباب، من كتر الاسئله اللي بتجيلي وكتر الحاجات اللي بتتقال لي وكتر الاماكن اللي انتوا بتروحوا تجيبوا منها حاجات انا ما قلتش ان دي معانا. تمام. يعني انا اقول لحد اعمل لي سوليد كلر يروح يجيب لي من مكان تاني من مكالمه ماسك ويعمل لي ماسك عليه ويقول لي انا كده عملت سوليد كلر. افهم وركز معايا عشان بالله عليك ما تتوهش مني. اول حاجه هنحدد بس اللير اللي هنشتغل عليها عشان يبدا يداني كل الحاجات اللي فاتت. عندك هنا 1 2 3 4 5 6 ست حاجات دول مهمين جدا. تمام. اول حاجه قائمه الاف اكس اللي هي الافكتات اللي هي بنعملها منين؟ يا اما بنعملها من هنا ان احنا نعمل جريدينت او اي حاجه، يا اما دبل كليك على اللير نفسها من الجنب كده. تمام. تبدا تديك القائمه ديت، دي قائمه الاف اكس او الافكتات اللي احنا بنعملها اللي هي موجوده هنا تحت. تمام. كويس كويس. انا دلوقتي عايز امسح حته من القطه ديت بس همسحها بالبراش تول. هل اجيب البراش تول واشتغل على طول؟ يعني مثلا سيبك من حته ان اللير اصلا مش هتديني، انا اللير شغاله معايا كده هعمل اليز للحاجات ديت. انا دلوقتي مسحت مثلا ولا قدر الله انا مسحت العين دي بالغلط، انا عايز ارجع العين دي اعرف ارجعها؟ هتقول لي هعمل كنترول زد. طب ماشي، انا عايز ارجع العين ديت كده مثلا عملت كده وعايز ارجع جزء صغير بس منها، هل افضل اعمل كنترول زد واعيد اعمل كنترول زد واعيد؟ في طريقه اسهل يا صديقي، وهي ايه؟ ان انا بعمل حاجه اسمها لاير ماسك. لاير ماسك اللي هو ايه؟ انا بمسح كده ببدا اجيب البراش تول وابدا اعيد على الاماكن اللي انا عايزها تكون لسه معايا. بص كده بيبدا يعمل استعاده فوريه للحاجه اللي انا مسحتها بتاعتي، لان انا اصلا مسحها بماسك مش مسحها مسح كامل. الماسك ده فايدته ان الحاجه اللي انا بقى منفذها هنا تتنفذ جوه الماسك. لو انت واخد بالك في نقطه سوداء ظهرت جوه الماسك، ايه اللاين الاسود اللي بيظهر دوت؟ شايف اللاينات اللي عماله تظهر دي؟ دي الحاجات اللي انا بمسحها. تمام. مجرد ما هاجي اعيد عليها بالبراش تول هتبدا ترجع معايا كلها في نفس اللحظه. تمام. وصلتك الدنيا ديت؟ يا رب تكون وصلتك وما يكونش فيها اي مشاكل بالنسبه ليك. يبقى كده احنا اتكلمنا على اول حاجتين وهي الماسك وهي الاف اكس.
تعال خش معايا في الثالثه وهي الدوريه اللي مقسومه نصين ديت. بص معايا فيها بقى، دي مهمه. دي اول حاجه اللي فيها التظبيطات بتاعتك كلها، سواء كان السوليد كلر، الجريدينت، الباترن، والبرايتنس اللي انت تظبط منها الاضاءه والليفلز والكيرفز والاكسبوتشر والفايبرانس، تمام، والهيو ساتوريشن والكلر بالانس والبلاك اند وايت والفوتو فلتر والشانل ميكسر والكلر لوك. بص كل الهيصه ديت، كل دي تظبيط الوان وتظبيط اضاءات وسوليد كلر اللي انت بتعمل منها لون موحد يا باشا للباك جراوند بتاعتك. يا باشواتي اللي طلعته عيني في النقطه ديت شرح 20 مره. تمام، وصلت المعلومه؟ الدوريه اللي مقسومه نصين دي والله العظيم اهم من جهازك نفسه، اهم من البرنامج نفسه. دي بص دي اهم حاجه، دي كل الشغل فيها. تمام. طب انا اشتغلت وليكن وعندي كذا لاير مثلا وليكن فوق بعض، وعايز اقسم اللايرات بتاعت الباك جراوند في لاير، مش عارف دي فلاير دي فلاير. باجي مثلا اختار الجزء دوت، انا مثلا عايز دي تكون اعرف ان دي مثلا الباك جراوند وليكن. اجي من هنا كده عندي حاجه اسمها جروب. الجروب ده بيبدا يعمل لي اللي هو بتاع دوت اللي هو الملف ده، ببدا احط الحاجه دي جوه الملف. تمام، هكذا هكذا كده ادخلها جوه الملف هنا. تمام، وابدا اقفل الملف بتاعي من علامه السهم دي واكتب اسم الملف، وليكن انا مثلا ممكن اخلي الملف ده مثلا اسمه ايه، كات مثلا. هكذا انا بقى معايا ملف فيه القطه، مجرد ما اقفل الملف ده القطه اتقفلت. طيب ده بيساعدني في ايه؟ بيساعدني في التنظيم ان انا هشتغل في اللايرز كتير. وخلي بالك انت بعد كده مستقبلا هتشتغل في اللايرز كتير، فانت محتاج تنظم الشغل بتاعك كله. تمام. تمام، انا دلوقتي عايز اعمل لاير جديده هشتغل فيها رسمه او اي حاجه، بس عايزها ما تبقاش على القطه ولا على الباك جراوند. انا عايز حاجه تتحط ما بينهم هنا كده، ارسم عليها بس او اعمل بيها الشادو زي ما اتفقنا. عندك اللي هو النيو، عندك اللي هو النيو لاير. طيب ايه النيو لاير دي يا صديقي؟ بتعمل لي صفحه فاضيه اقدر اعمل فيها اللي انا محتاجه كله في الصفحه ديت. وليكن انا مثلا اخلي اللون بتاعي اسود. تمام، وممكن اجي هنا ارسم على القطه من ورا، ماشي، وانا كده برسم شكل بتاعي اسود. تمام، هكذا الشكل بتاعي عمال يترسم ورا هنا كده. تمام، ثواني بس سيبك من المقاس الكبير ده لان الدنيا هترندر فيه جامد. تعالى هنا كده وتعالى ضيف اللاير جديده وهات لي هنا البراش تول بتاعتك وابدا اعمل لي الرسمه بتاعتك. انا بص عمال ارسم اهوت. طبعا القطه ليها باك جراوند عشان كده الرسم مش بيبان. ثواني اعزل لك القطه عشان بس اي حاجه نرسمها ورا القطه تبان. تعالى كده اهو يا صاحبي اهوت. تمام، عملنا سيلكت. تعالى نعمل الماسك عشان القطه تقص. تعالى هنا كده في اللاير الفاضيه ويبدا امشي لي بالبراش تول بتاعتك السود. طيب ايه فايدتها النيو لاير؟ ان انا ممكن اجي العب فيها وفي الدمج بتاع اللون بتاعها واعمل فيها كل اللي انا محتاجه لوحدها منفصله. تمام، يعني لما اجي هنا اوطي الاوباستي مثلا اخليه 50%، فهو اتوطى في اللاير دي بس. لكن انا لو جيت هنا في القطه مثلا وفتحت اللاير كده، سواء انا فتحت اللاير وابدا ارسم على القطه نفسها، تمام، باللون الاسود، هيبقى بيرسم على القطه نفسها. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، لو جيت اقلل الاوباستي مش هيقلل الاوباستي غير على القطه والبتاع نفسه، مش هيقلل الاوباستي على حاجه واحده، هيقلل على الاثنين. تمام، فانا بعمل اللير منفصل عشان اقدر العب اللي انا هرسمه ده او الشكل اللي انا هعمله ده بالطريقه لوحده. تمام، بطريقه منفصله. كويس، يا رب يكون واضح الكلام دوت. تعالى معايا بعد كده، عندك اللي هي الديليت تول، اللي هي الديليت اللي هي الريسايكل بين. انا بسحب الشكل بتاعه وعايز امسحه، باجي هنا على الريسايكل بين واسيبه. مجرد ما اسيبه همسحه. طيب واحد تاني ما عندوش وقت ان هو كل شويه يمسك يشد وينزل يشد وينزل، من زرار ديليت اللي عندك في الكيبورد دوس عليها يبدا يمسح معاك الشكل. كده انت واجهه البرنامج انت قرقشتها واتغديت بيها واتعشيت بيها وكل النقط اللي فات شرحت لك. كده بارت 2 اقدر اقول لك ان هو خلص والحمد لله بكل سلاسه وبكل روقان وبكل طولة بال وبكل حاجه. تمام، تعال خش معايا في بارت 3. بس خد لك بريك الاول، اعمل لك كوبايه شاي كوبايه قهوه وركز معايا عشان بارت 3 ده بارت مهم جدا وهو بارت السوشيال ميديا. تمام، يلا بينا يلا بينا. طيب يا صديقي اهلا بيك في بارت 3 من الفيديو بتاعنا. اول حاجه محتاج اكلمك فيها وهي مواقع اللي هنبدا نتعامل بيها في الشغل بتاعنا، وهرسم لك كلهم ورا بعض وهوضح لك الشغل بتاع كل موقع والتاني. 3 ثواني بالظبط هحط لك الموقع كلها في بانلز وابدا اعرض عليك المواقع واحد ورا التاني. تمام، خليك معايا. طيب يا شباب، رجعنا بعد ما فتحنا المواقع بتاعتنا ونبدا نتعرف على المواقع موقع وسحتوته سحتوته ونفهم كل واحد فيهم. اول موقع معانا هو موقع فري بيك هو موقع تمبلتس جاهزه نقدر نعدل عليها، نقدر نجيب بيها باك جراوندز، نقدر نجيب منه اللي احنا محتاجينه كله من اوله لاخره. تمام، معانا في فري بيك كل حاجه ممكن نحتاجها، سواء كانت فوتوشوب، سواء كانت الستريتور، سواء كانت لاي برنامج من مواقع التشغيل. وليكن انا ممكن اجي ابحث مثلا عن باك جراوند زي ما كنت عامل سيرش قبل كده وابدا اجيب باك جراوند زي ما انا عايزها. وليكن انا محتاج مثلا باك جراوند شغال على فوتوشوب فقط، فاجي هنا من اسيست اللي هو الاسيست تايب وابدا اختار بي اس دي. تمام، وليكن انا جبت هنا بي اس دي وليكن ولقيت حاجات عليها التاج دي اللي هي مدفوعه، بس انا عايز ما يجيبليش الحاجات دي اصلا
عشان انا عايز حاجات فري عشان اقدر احملها. ابدا اكتب كده، ادوس على كلمه فري اللي تحت هنا وابدا اجيب منه الشكل اللي انا محتاجه. تمام، عنده شكل بوسترات. لو انا كتبت كلمه بوستر مثلا هتشوف اشكال بوسترات كتير. هو موقع للتمبلتس والتغذيه البصريه في نفس الوقت، هتلاقي عليه اشكال كتير جدا ممكن قابله كلها للتعديل. كل دي فري، كل دي تقدر تنزله وتعدل عليه عادي جدا. تمام، بل وكمان تقدر تاخد منه عناصر وحاجات، وده اللي احنا بنعمله، ناخد منه عناصر وحاجات كتير نخليها عندنا نبدأ نتعامل بيها. تمام، وصلت الفكرة. ففري بيك هو موقع مش هتستغنى عنه في التصميم، موقع مهم جدا وموقع اساسي يكون انت عارفه ويكون انت شغال عليه. تعالى بعد كده خش معايا في البايهانس. بايهانس هو ده زاوية المصممين من الاخر. ده موقع انت بتسيرش عن اي حاجة انت عايز تتفرج عليها، تاخد عنها تغذية بصرية، وليكن مثلا كلمة ايفون. تمام كده، تبدا تدوس سيرش يبدا يطلع لك اعلانات للايفون كتير جدا، تعمل منها تغذيه بصريه لنفسك، وتشوف الشكل الناس شغالين بيه، وتشوف الاشكال الناس بتعرف بيها الشغل بتاعها، وتتفرج يعني تشوف انت بتاخد تغذيه بصريه عشان تطلع البرودكت اللي انت محتاجه. يعني حاجات زي دي كده، تبص على البرودكتس اللي الناس دي بتقدمها، تبص على الاشكال اللي هم شغالين بيها، التفاصيل، تبدا تفصص الحاجات دي عشان تبدا تاخد تغذيه لنفسك وتقدر تطلع شغل احسن من دوت بكتير. تمام. طيب معانا بعد كده ايه؟ معانا بي ان جي وينج وبي ان جي تري وبي ان جي ايج. الثلاثه دول مع بعض، الثلاثه دول بيطلعوا لنا ايكونز بي ان جي مع منزوعه الخلفيه من الاخر ترانسبيرنت، انت بتقدر تستعملها على طول. وهكذا عندك في بي ان جي تري وعندك بي ان جي ايج نفس الحكايه. وهنا كل واحد فيهم بيمتاز بمكتبه مختلفه عن التاني، والدنيا فيهم اوسع شويه، والدنيا فيهم شغل احلى بكتير. تمام، يعني مثلا خلينا نعمل سيرش في 3 مواقع عن كلمه ايفون وليكن. تمام، ونشوف هيطلع معانا ايه. تعالى كده نعمل ايفون. تمام، دي الاشكال مثلا اللي ظهرت معايا هنا. تمام، تعالى مثلا على بي ان جي 3 ونكتب هنا مثلا فوق في السيرش برضو كلمة ايفون، نفس الفكرة انا هكتبها. تمام، تعال نشوف الاشكال اللي طلعت لي. اشكال تانية برضو جرين سكرين، واشكال تانية خالص بشكل كويس. تعالى في ان جي وينج مثلا. يعتبر اقل مخزن فيهم في الاشكال هو بي ان جي وينج. تمام، بي ان جي وينج هو اقل حاجه في المخزن بتاعه، لان الصور ده ما بتتحدثش، بتقعد يعني عشان ينزل صور جديده بيقعد فتره كبيره جدا، ودي حاجه مقلله من الريتش بتاعه. لكن عندك بي ان جي 3 وبي ان جي ايج، الاثنين دول فيهم مكتبه كبيره جدا، واحسنهم بي ان جي 3 كمان، لان الكواليتي بتاعته بقى حلوه جدا واشكال هتحتاجها كتير. تمام، بعد كده تخش معايا على بنترست. بنترست هو مكتبه من التغذيه البصريه برضو، نفس الفكره كلها مفيش اي اختلاف. تمام، يعني انا ببدا اقلب كده، اجي هنا كده مثلا ثواني اعمل كونتينيو مثلا عشان نقدر نتفرج على حاجه زي ديت. تعالى بص معايا كده مثلا على موقع زي بنترست. هو موقع يعتبر هو موقع برضو زيه زي اللي هو بيهانس للتغذيه البصريه. يعني انا لما اجي اعمل هنا سيرش مثلا عن كلمه ايفون، تمام، واعمل هنا كده سيرش، بيبدا يطلع لي معايا فكره الايفون نفسه. طب انا عايز مثلا بوستر ايفون بوستر، تمام، هكذا يبدا يطلع لي اشكال لناس عامله بوسترات برضو للايفون بشكل كويس. اي نعم، هو هنا السيرش بتاعه غريب شويتين وبيطلع حاجات غريبه، بس بيطلع لك اشكال كويسه جدا تستعملها، سواء كانت في الديزاينات بتاعتك، في التيبوغرافي، وجوده الصور بتاعته كويسه مش وحشه خالص. وهنا في صور دمج مثلا زي دي كده. فكل الكلام ده شكله جميل جدا وهيفيدك في الشغل بتاعك. تمام، تعالى معايا اخش بعد كده على ياندكس ايمجز. قفلت الياندكس ايمجز بس بالغلط، تعالى نفتحه تاني. ياندكس ايمجز هي دي. تمام، ياندكس هي مكتبه من الصور نقدر نحمل اللي احنا محتاجينه من عليه، مثلا نكتب طبيب اسنان يبدا طبعا الاشكال ديت. طب ايه اللي بيفرقه عن جوجل؟ ان هنا بتيجي تفتح بيجي يقول لك كواليتي الصوره قد ايه، وتقدر تحمل الصوره دي لحد كواليتي كام، ويبدا يدي لك الصوره بالكواليتي. بص كده لما تعمل زوم، تعالى كده نتفرج، بص على الملامح كل التفاصيل اللي في البتاع باينه معاك، كل التفاصيل باينه. تمام، فدي الحاجه اللي بتساعدك وانت شغال ما تقعدش تدور كتير. تمام، تعالى معايا لجوجل وهو اقوى محرك بحث الصراحه. لو كتبنا مثلا كلمه طبيب اسنان هنا كده، تمام، عشان بس ناس بتقول لي انا ما بعرفش اجيب سيرش من جوجل فوتو، تمام، ما بعرفش اجيب صور جودتها عاليه. بص يا صديقي، انت بتيجي بعد ما عملت سيرش تخش على قائمه اللي هي الادوات ديت، دوس عليها، هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها الحجم. اختار الصور كبيره الحجم. معنى ان الصوره كبيره الحجم يبقى الكواليتي بتاعتها عاليه. مجرد ما تفتح اي صوره كده هتلاقي الكواليتي بتاعتها، بص منظرها عامل ازاي. بص الكواليتي بتاعتك كده، تعالى لي مثلا اللي هو اوبن ايمج، ماشي، بص كده منظر الصوره، شايف كده الصوره بتاعتك الكواليتي بتاعتها عاليه جدا. تمام، كل التفاصيل فيها باينه، عشان انت اخترت الصور تكون الكواليتي بتاع الحجم بتاعها عالي. ومفيش صوره يبقى حجمها كبير والكواليتي بتاعتها وحش، فاهم قصدي؟ عشان تبقى عارف برضه. فهي دي فكره ان انت لما تيجي تعمل سيرش لازم تقول له ان انت عايز الصوره كبيره الحجم، عشان يبدا يجيب لك الصوره بتاعتك ككواليتي كويس وتقدر تتعامل بيها. تمام، بعد ما عرفنا المواقع بتاعتنا
تعالى يلا بينا نبدا في تنفيذ السوشيال ميديا، واوريك ازاي تختار العناصر بتاعتك وازاي تبدا تنفذ الكلام دوت. تمام، يلا رجعت لكم من تاني. ده تمبلت من على فري بيك، عشان بس ما حدش يجي يقول لي مش عارف ايه. ده تمبلت مع فري بيك. انا هوريك ازاي بدل ما تحمل تمبلت زي ده ازاي تعمله وازاي تعدل فيه وتستعمله باي شكل انت محتاجه. يلا بينا على الشرح، يلا بينا. احنا هنحتاج معانا النهارده ايه؟ انا فتحت بروجكت فاضي اهو. تمام، تعال نبص في البروجكت اللي هو اشتغله سنه سنه ونحاول نشوف هو عمل ايه نعمله. اول حاجه هو جاب الباك جراوند بتاعته. تمام، عمل لها جريدينت اوفرلاي. تعال نعمل نفس التريك. ادي الباك جراوند، فك لي اللوك ودوس دبل كليك يا باشا وانزل لي على الجريدينت. تمام، ادي جريدينت اوفرلاي. ادينا وصلنا لاول تريك. تعال هنا اهو، هو هنا عامل الجريدينت بتاعه فوق وتحت في الصوره. تعال نعمل نفس الفكره اهوت. ثواني نختار كده اهو. تعالى لي من هنا كده، هات لي واحده كمان هنا وخلي لي دي ابيض. تمام، ثواني بس عشان نختار اللون بالظبط. تعالى لي هنا كده نخلي اللون دوت اسود. تمام، اختار اللون ده خليه اسود هكذا. تعالى لي هنا في الاوباستي، قلل الاوباستي بتاعتك هنا شويتين ثلاثه. ادينا كده عملنا نفس الباك جراوند اللي انا عملناها هنا. اول طريقه، اول حاجه عملناها وعرفنا نعملها ازاي. يلا بينا على اللي بعده. عندنا ايه تاني؟ عندنا الديزاين هو ده. تمام، ده عامله على انه ديزاين وكاتب لك عليه كلمه ديزاين. تعالى اوريك الديزاين ده اتعمل ازاي. شايف الراوند ريكتانجل الظريف الصغنون ده اهوت. تمام، وتعالى نخش جوه الراوند ريكتانجل. احنا عملنا اول تريكه، ظبط لي حجم الراوند بتاعته وليكن مثلا 50 بكسل. تمام اهوت. تعالى هنا نبص للديزاين بتاعه. ايه اللي جوه هنا دوت؟ ده جريدينت، ده مش لون واحد، ده لونين متدرجين مع بعض. تعالى اقول لك تعمل الجريدينت ده ازاي. دبل كليك هنا هتلاقي عندك جريدينت اوفرلاي اهوت. من جريدينت اختار لي اللون الازرق والاصفر دوت. تعالى هنا في الاصفر وخلي الاصفر ده نفس درجه الازرق بس الازرق فاتح شويه. تمام، دوس لي اوكي يا باشا. خلي لي هنا الاوباستي بتاعتك 100%، بس عدل لي الشكل دوت شويتين ثلاثه عشان انا مش عايزه بالشكل ده، انا عايزه من هنا كده. هنختار بدل ما هو لينيولار هنخليه انجلد او ريفلكتد عشان يديني الشكل اللي هو عامله هناك. تمام اهوت، ويبدا يظبط لي الشكل. تعال نرجع للشكل بتاعه نشوف هو عامله ازاي. عامل هنا اللون ازرق. تمام، ومدرج جواه لون تاني. تمام، تعال نعمل نفس درجة اللون دي. هنجيب بس معانا اللي هو عاملها عشان نبدأ ناخد منها الألوان. هاتها لي هنا كده. تمام، كنترول تي اهيت. تمام اهي. افتح لي الافكس اللي هو عاملها. عامل ستوك وعامل شادو. تعالى هنا كده، اول حاجه الستوك الاولاني دوت عشان يعمل الابيض اللي حوالين منها. تعالى الاول ناخد درجه اللون. اول حاجه هو عامل كلر اوفرلاي. تعالى من هنا كده يا باشا، هات لي درجه اللون دي. ادي كده اول تريك احنا عملناه. عم بعديها جريدينت فوق منها، الجريدينت باللون الاسود. تمام، اسود اسود فقط، اسود فقط. تمام، وتعالى من هنا الاسود دوت هات لي هنا اللي هو الكالر اوفرلاي، ضيف لي واحده تانيه وخلي لي الكالر اوفرلاي التاني اسود. تعالى لي هنا من الاوباستي خليه لي 20%. اديك كده عملت 15% مثلا. اديك عملت نفس اللون اللي هو عامل اللون بتاعه. اللي بعده عمل ستوك. تعالى من هنا افتح لي القايمه، هات لي ستوك، اختار لي الستوك يكون ابيض. ظبط لي حجم الستوك بتاعتك اوت سايز مش ان سايد، اوت سايد مش ان سايد بالله عليك، ومش عايز اموت مشلول. اوت سايد مش ان سايد. تمام، عشان يعمل الستوك بره مش جوه. بعد كده انزل اعمل الشادو بتاعك، دروب شادو. ظبط لي السايز بتاع الشادو بتاعك، ظبط لي الديستانس بتاعته هكذا. ظبط لي مثلا السبليت بتاعه اهوت، شغل لي السايز شويه. ادينا عملنا الدروب شادو. تاني حاجه اتعملت امسح لي دي. ادينا عملنا بالميل. تعال اخش في اللي بعده. عمل لي نسخه منه. تمام، وعاملها لي شفافه. النسخه التانيه تحت اهيت عاملها لي هنا هي شفافه. تمام، تعالى يا باشا نعمل نفس النسخه دي. هات لي ديت كنترول جي عشان تتكرر معايا. نزلها لي تحت. تعالى من هنا كده خلي لي الكالر اوفرلاي بتاعها، اقفل لي اللون دوت، خلي لي اللون دوت ابيض. تمام، واقفل لي باقي كل حاجه كلها، مش عايز حاجه تاني. وخلي لي الاوباستي بتاعتها 20%. تعالى كده انزل بص، عمل النسخه شفافه تحت. هفهمك ليه عمل النسخه الشفافه 30%. تمام اهو. انا كده قررت الشيب مرتين. عامل ايه بعد كده؟ عمل لي الريكتانجل اللي فوق دوت وبرده تدريجه لون جواه. تعالى اوريك نعمل الريكتانجل ده ازاي. وبص خلي بالك هو فاصل لك اللاير بتاعت الشادو بتاعته لوحده. اوريك اعملها ازاي. تعالى اعمل لي الراوند ريكتانجل الاول اهو بالشكل ده. تمام، تعالى هنا كده خلي الراوند ريكتانجل فوق الشيب كده. تمام، تعالى ظبط لي حجم الراوند بتاعه، قول 100 مثلا هكذا. تعالى معايا ابدا اسحب الشيب بتاعك. ثواني، ابدا اسحب الشيب بتاعك لحد ما يجي في السنتر اهوت. تمام اهو كده. ابدا ظبط الشيب بتاعك طول وعرض. تمام، ابدا تعالى لي هنا بقى، افتح لي البانر بتاعتك وابدا اتعامل معايا واحده واحده. اول حاجه كلر اوفرلاي وبنفس درجه اللون اللي احنا عملناها تحت اهوت.
تعالى بعد كده ستوك، هو عامل الستوك باللون النيلي عشان يبدا يديني فرق لون. تمام. تعالى بعد كده عامل دروب شادو، ادينا عملنا دروب للشادو. تمام. عامل ايه بعد كده؟ عامل بعد كده بقى الجريدينت اللي هو عاملها. تعالى الاول نفتح اللون عشان لما نيجي نعمل جريدينت تعمل معانا. هفتح لك اللون عشان الجريدينت بس ايه يبان معانا. تمام. تعالى كده هنا في درجه اللون دي واختار لي الدرجه ايه، واقول لك خليني في نفس درجه اللون هيبقى شكلها احلى. تعالى من هنا، هو خد اول حاجه نسخه من ديت. تمام كده، قرر لي نسخه من ديت وعملها لي، قفل الافكت اللي عليها وعملها لي من هنا كده، عمل لي ماسك. تمام. ادي الماسك بتاعها اهو. تمام. تعالى هنا من الماسك يا باشا وابدا اعمل لي جريدينت تول بتاعتك، وابدا اعمل لي هنا اسود وشفاف. اسود وشفاف، غير لي لون اسود عشان تعمل معايا، وابدا اعمل الجريدينت بتاعك يا باشا مصر اهو. طب انا ليه عملته هنا كده في الماسك؟ عشان يبدا يعمل معايا الشكل اللي انت شفته دوت. وتعالى هنا على اللاير ديت وخلي الاوباستي بتاعتها 50%. تمام. كنترول تي واعمل لي فليب 180 عشان يبقى بتاع الشادو تحت مش فوق. بص كده، قبل الشادو بعد الشادو، قبل الشادو بعد الشادو. طيب انا لو عايز اخفف الشادو شويه كمان، امسك يا باشا بالجريدينت تول بتاعتك واعمل لي كده اهو. هيبدا يعمل معاك الشيب دوت. ثواني بس عشان نعمله صح اهوت. تقوم اعمل لي الماسك اهوت، ابدا اسحب لي من فوق ونزل لي لتحت. انا كده عملت الشادو بتاعي. يبدا من هنا كده اقلل الاوباستي مثلا 70% وليكن اهو. تعالى من هنا في الراوند ريكتانجل بتاعي الاولاني، غير لي الاوفرلي بتاعك، فتحه شويه عشان يبان معاك اللي هو الشادو اهو يا باشا. بص يا باشا شكل الشادو بتاعك. تعالى هنا كده 80% وليكن اهو. شايف شكل الشادو بتاعك؟ نفس الشكل بتاع الشادو اللي هو عامله هناك اهوت. تعالى نشوف اللير بتاعت الشادو اللي هو عملها اهي. بص نفس الطريقه، لير وعامل لك عليها ماسك، عمل لك عليها ماسك وعمل على الماسك وقام جاي منزل اللي هو الجريدينت بتاعه. تمام. بس هو هنا الفكره ان هو سايبها 100%، انا هناك قللتها عشان بس ما احسش انها تقيله قوي. يعني بص كده انا حاسس انها تقيله قوي. تمام. ممكن نظبط درجه اللون عشان تظبط معانا هنا. تعالى نغمق درجه اللون بس شويتين ثلاثه، ونيجي من هنا كده بالجريدينت تول ونعيد اللي احنا عملناه تاني اهوت. واجي بالجريدينت تول واسحب من فوق لتحت تاني عشان يبدا يخفف معايا اللون اهوت. ممكن اعيد تاني لو انا حاسس ان هو لسه تقيل، ممكن اعيد مره كمان مرتين كمان لحد ما يظبط معايا هكذا. انا كده حاسه مناسب جدا وشكله شيك وزي الفل. تمام. تعالى معايا نقطه ايه، شيل لي بقى الشادو ده كده. بص لي نقطه اللايتنج دي. نقطه اللايتنج دي هو عاملها ازاي؟ شيل دي كمان برضو نقطه اللايتنج دي. تمام. ثواني اهو. اللايتنج دي بقى هو عاملها ازاي؟ هو جه في الشيب الاصلي وعمل حاجه اسمها اللي هو اسمه ده اللي هو الجريدينت. تمام. جريدينت يعني ايه؟ يعني تدريج لون بشكل راديال. هوريك ازاي. بنيجي على اللاير الاصليه بتاعتنا، وبعد ما ادينا كلر اوفرلي بندي جريدينت اوفرلي. الجريدينت بتاعنا بيبقى عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن اللي هو الابيض والشفاف. تعالى من هنا وخلي لي ديت كده ابيض. تمام اهوت. والاند بتاعها ابيض اهوت. وادي له الاوكي بتاعي، وابدا اجي من هنا كده واخلي بدل ليرير اخليها راديال. راديال يعني ايه؟ يعني بشكل دايري. وابدا اعملها 100% واديها اوكي. تمام. يبدا معاك الشكل يكون بالمنظر ده. ثواني بس كده عشان الكلر اوفرلي مش هيخلي المنظر يبان اهوت. وتعالى من هنا كده اغير لي اللون اهو. واجي من هنا كده من قلب الجريدينت اوفرلي وابدا اظبط الجريدينت بتاعي، اخليه وليكن مثلا 70% 80% زي ما انا محتاج، واظبط الكلر بتاعي زي ما انا محتاج عشان يظبط معايا الشكل هكذا. ماشي. واجي هنا على الشادو ممكن اخليه بس ايه 70% عشان انا حاسه تقيل قوي، وحرفيا هو تقيل جدا. تمام اهو. بالشكل ده عملنا اول حاجتين وهو الجريدينت. تمام. والشادو بتاعنا. تعالى هنا عامل ايه تاني؟ عامل الشكل دوت. الشكل ده موجود بيجيبه جاهز بلس. تمام. الشكل البلس ده جاهز، وشكل الدوريه ديت جاهز. بص بقى الشيب متكون معايا من ايه؟ دوريه جاهزه اهيت، وبلس جاهز اهو. هات لي يا باشا الشكلين دول كده كنترول سي، وهاجي هنا اعمل كنترول في. هات لي كنترول تي، كبر لي الشكل بتاعي كده عشان يبقى شكله شيك اهوت. وادي له اوكي. انا كده عملت اول اليمنت، واروح اجيب الاليمنت التاني اللي هو الدوريه اللي جوه ديت اهيت. ابدا اعملها هنا. طب انا عايز اعمل الدوريه دي تعملها جوه البرنامج. طب عايز تجيبها جاهزه هاتها جاهزه، وهوريك تجيبها جاهزه دلوقتي ازاي. وطبعا كل الكلام ده بنجيبه جاهز من على فري بيك عشان بس تبقوا فاهمين الدنيا ماشيه معانا ازاي. هبدا اخد الاليمنت التاني بتاعه واحطه في مكان تاني. انا عملت كده اول حاجتين ثلاثه في التصميم، الباك جراوند والالوان والكلام ده كله. درجه اللون انا ممكن العب فيها براحتي. يعني انا هنا ممكن مثلا بدل اخلي الجريدينت بدل ما هو ابيض، اجي من هنا كده واخلي درجه اللون مثلا ازرق وليكن عشان يظبط معايا اللون دوت اهو هكذا. واجي اخلي الاند بتاعي ازرق برضه نفس اللون اهو هكذا. وهدي اوكي وهدي اوكي. بص شكل اللون معايا ظبط نفس الشكل اللي هنا. تمام. تعالى بص بعد كده عمل ايه هو تاني؟ جايب فيه هنا في الباك جراوند في علامه دوتات كده، دي اشكال جاهزه اهي. بص دي اشكال جاهزه. تمام. كنترول سي. تعالى هنا يا باشا اعمل لي كنترول في للشكل، كنترول تي، وخد يا باشا حطه في المكان اللي انت محتاج تحطه فيه اهو.
اهو. كرر لي الشكل 4 5 مرات. انت كده يا باشا عملت الافكت اللي انت حاسس ان هو شكله واو في الباك جراوند ومش عارف ايه. هو اصلا افكت جاهز تمام اهو. هبدأ اخد الافكت بتاعي اكرره تاني هنا تحت اهوت، ولكن ممكن اكرره هنا تاني. ثواني بس كده عشان البانل اللي ظهرت دي. هبدأ اخد الحاجات دي كده. فين الاليمنت بتاعتي اللي هي الدوتس ديت اهي. كل الكلام ده ارفعه لي هنا فوق هكذا. اسحبه لي بس اول حاجه بعد الباك جراوند عشان بس ايه ما يظهرش فوق الكلام. كرر لي الشكل بتاعك 4 5 مرات اهوت. انت كده عملت افكت ولا اروع منه الصراحه. اهو يا باشا كده انت عملت الافكت بتاع الباك جراوند. تعالى هنا تاني. ايه اللي حاصل تاني؟ بص بقى كل الكتابات دي انا اللي عاملها وهوريك هتعملها ازاي، وانت اصلا المفروض عارف انت هتعملها ازاي. كل الشيبس ديت المثلثات بقى والنقط والكلام ده كله كل ده جاهز بنجيبه جاهز. تعالى اللي بعد كده. هنا عملنا دوريه اول حاجه كده اهي. بشرح لك بلغه العاميه خالص تمام. شيل لي الكلر بتاعها اعمله نون تمام. وتعالى لي هنا اعمل لي ستوك بنفس الكلر اللي بره في الستوك بتاعك هنا كده اهوت. نفس الكلر اعمل لي بيه ستوك وخلي الستوك ده 3 بكسل وليكن اهوت. انت كده عملت الشيب اللي هتحط جواه. هقول لك هتحط جواه ايه دلوقتي بس اصبر عليا ما تسبقش الاحداث. عشان الديزاين دوت بصراحه كان ديزاين جميل وكان وش السعد عليا فانت لازم تعرفه لان هو ديزاين جميل جدا وشكله شيك قوي. تعالى بعد كده يا باشا. بص لي كده اعمل لي دي كمان تمام. رفع لي دي بس كده شويه عشان حجمها دي تخين قوي اهوت. تعالى هنا. عملنا اول شكلين اهوت الشكل ده. الثلاث شرط دول 3 ريكتانجلات فوق بعض اهوت يا باشا. ادي ريكتانجل واديني لون ابيض تمام. ادي تعالى هنا كده كنترول تي. حبيت بس انا اجيب لك انا حبيت اشرح لك على تمبلت من فري بيك عشان افهمك ان الموضوع مش صعب بس الموضوع محتاج تشغيل دماغ مش اكتر اهوت. 3 شروط بتوعي. تعالى سيلكت للثلاثه وكنترول تي. ظبط لي حجم الثلاثه من حيث توتالي اهو. ال3 شروط بتوعي اتظبطوا بالشكل دوت. تعالى بس ننقلهم تحت كده شويه عشان ايه ما يبقاش شكلهم وحش اهو. تمام. تعالى معايا ايه تاني انت عندك هنا مهم. عندك اللي هي السموك اللي تحت ديت انا اللي حاططها والله العظيم 3 السموك دي وانا اللي حاطط لك كلر اوفرلاي بتاعها عشان تدي الشكل كويس. السموك دي كان اصلها كده باللون الابيض تمام. انا جيت قلت والله بدل ما اسيبها بالشكل الابيض هيبقى شكلها مش كويس. جيت من هنا دبل كليك ونزلت على الكلر اوفرلاي واديتها اللون دوت اللي هو اللون الازرق عشان تبقى قريبه من درجه اللون بتاعت البروجكت نفسه. فيبقى في توحد للون توحيد للون واللون يبقى كويس. تعالى معايا بعد كده. 2 راوند ريكتانجل انا اللي عاملهم. راوند ريكتانجل تحت في علامه اللوكيشن انا اللي عاملها. كلام محطوط في الجنب وهوريك بتعمل الكلام ده ازاي. تبدا تكتب الكلمه بتاعتك وليكن مثلا انا هكتب كلمه ماس. ثواني بس اكبر الحجم. هكتب كلمه مثلا ماس هنا. ماس اهيت. واجي من كلمه ماس اخلي اللون بتاعها اولا ابيض. تعالى كده ادوس كنترول تي واعمل روتيشن اللي هو 90 درجه هكذا. انا مثلا عايزها الناحيه الثانيه فاديها 180. اكبر السايز بتاعي زي ما انا محتاج. وابدا اجي من هنا كده ادوس دبل كليك واعمل لها ستوك باللون اللي انا محتاجه وليكن اسود واكبر الستوك بتاعي شويتين 3. واجي من هنا من قائمه بلند مود وابدا اختار مالتي بلاي. بص كده يا باشا نفس الايفكت بالملي مفيش اي اختلاف. الدنيا كلها سهله. الدنيا كلها بسيطه بس انت بس تشغل دماغك واشتغل على حاجه زي دي تمام. ده كده الديزاين البسيط. ده كده اللي هو الف ب ديزاين. ده كده اول ديزاين معاك من ضمن ال4 ديزاينات اللي هشتغلهم دلوقتي. ده واحد. خد بريك نفذ الديزاين دوت وارجع للفيديو تاني بعد ما تنفذه وتلاقي نفسك نفذته 100% صح. انا مش هقبل بغلطه فيه. الديزاين ده لازم تسلمه لي تمام. انا لازم استلم منك ديزاين زي دوت بالشكل ده. ده بيبقى ديزاين لمدرس بتحط اسم المدرس وبتحط الداتا بتاعته والداتا الاكاديميه بتاعته وهنا الكلام بتاع الماده بتاعته وهنا اسم الماده بتاعته هو مدرس الماده ديت والعلامات دي كلها. صحيح الايكونز دي كلها تمام. هي عباره عن ايكون جاهزه كلها على بعضها عشان تبقوا عارفين بس يعني الايكونز دي احنا بنجيبها جاهزه الستريتور او بي اس دي ونبدا نتعامل بيها عشان بس تبقى ايه الكلام واضح قدام الكل تمام. اظن كده الاول ديزاين سهل. الدنيا فيه سهله ما اظنش ان في حاجه معقده. اعمل الديزاين ده وارجع لي تاني دلوقتي. طيب رجعت لي من تاني اهلا بيك. ده تاني ديزاين انا عملته وده كان من اصعب الديزاينات بالنسبه ليا وبالنسبه ليك انت كمان هيبقى اصعب ديزاين لان هو كان شغل فيه تفاصيل كتير تمام. وكان وانا كنت ساعتها كنت مبتدئ زيك فانا بشرح لك على حاجه انا مريت بيها عشان انت كمان هتمر بيها. الديزاين ده كان متقدم لمدرسه محترمه مبجله وكانت طالبه ديزاين مختلف من نوعه. الديزاين ده لا هو فري بيك ولا هتلاقيه عندك. الديزاين ده انا اللي عامله من الاول للاخر تمام. تعالى نفتح لاير فاضيه. تعالى نرجع للاير دي ونفضي كل الشغل ده ونسيب الباك جراوند فقط تمام. تعالى على الباك جراوند اعمل لي على لوك بس كده وامسح لي كل الكلام دوت. يقفل لي الجريدينت بتاع الباك جراوند وتعالى بينا نشتغل من اول وجديد. يلا بينا يا صديقي.
اتمنى تكون مجهز الدماغ اللي تستوعب الشرح بتاع دي، عشان دي فيها شرح كتير جدا، من اول الباك جراوند والشيبات اللي في الجنب لحد كل التفاصيل اللي فيها ديت، كل التفاصيل المحتوى ديت. تعال نبدا واحده واحده. اول حاجه دي باك جراوند بيضاء، تمام. سيبك من الاشكال اللي عليها دي، هفهمك ايه هو. هنا هي في اللاير اللي معايا باك جراوند بيضاء. بعد كده عندي اللاير اللي هي فيها الشيب دوت، اللي هي باللون الازرق والاسود، تمام. طب الشيب ده احنا عملناه ازاي؟ انت مش هتلاقي الشيب ده عندك. انا مسكت البين تول اللي هو الكيرفت بين تول اللي انا شرحت لك عليه، وبدات احدد شكل معايا، شكل عشوائي بالمنظر دوت، تمام. ومثلا انا ممكن اجي هنا اعمل شكل جديد واكمل الشكل بتاعي زي ما انا محتاج، تمام اهو. طيب اللي انا بطلع البوينت اللي انا بطلع بيها بره دي، بطلع بيها بره ليه؟ لان كده كده هو هيديني اللون في الشكل الداخلي بتاعي بس، تمام. هاجي هنا كده بعد ما حددت الشكل بتاعي واعمل كنترول انتر، هو عمل سيلكت. هاجي من هنا من القائمه بتاعتي واعمل سوليد كلر وابدا احدد اللون بتاعي اللي انا عايزه يكون جوه علامه المستطيل ده. جيت بعد كده كررت اللاير ديت مرتين، تمام. المره الثانيه غيرت اللون بتاعي وخليته اسود، وحركت اللاير دي لبره شويه عشان تبدا اكنها ستوك، تمام. حركت الشكل بتاعي لبره شويه اكنه ستوك، لان انا كنت لسه في بدايه التصميم بتاعي، ما كنتش عارف يعني ايه ستوك اصلا. فدينة ان انا اعمل ستوك دي كانت صعبه بالنسبه لي شويه، تمام. تعالى معايا رقم اتنين. اول حاجه اللي انا عملت الشكل دوت هو نفس الشكل اهوت، مع اختلاف بقى شكل البتاع نفسه. انا ممكن اعمل لك الشكل بالظبط اهوت، اهو اهو يا عزيزي. نفس الشيب اللي موجود هناك هتلاقيه عندك هنا. ثواني اجيب البين تول الاصل عشان بس ما يدينيش الكيرف الغريب اللي حصل من شويه ده. واهو كنترول انتر، وبدات ادي السوليد كلر بتاعي، وخليت الكلر بتاعي باللون الازرق، تمام. اعمل دوبليكيت لللاير بتاعتك، اللون التاني خليه لي اسود، وابدا طلع لي الشكل بتاعك لبره شويه، تمام اهوت. ثواني عشان بس يتحرك معايا لازم اغير التول اللي انا ماسك بيه اهو. بالشكل ده انا كده عملت اول حاجه وهي الشكل ده. تعالى بعد كده فوق الشكل ده في ايه؟ في حاجه اسمها باترن. ده اسمه باترن، انا لقيته الستريتور وجبته دخلته هنا على الفوتوشوب، عشان بس تبقى فاهم الباترن ده هتلاقيها في الاستريتور. بما انك كده كده داخل على الاستريتور، فالباترن ده انا هشرحه لك الحمد لله، يعني حاجه مش صعبه. تعالى هات لي الباترن ده، هو بيبقى جاهز، حطه لي على الشكل بتاعك. انا عملته فوق في الاشكال كلها بحيث ان هو يعمل تداخل مع كل الاشكال دي، تمام. الباترن ده كان حجمه كبير جدا، تمام. ثواني عشان بس اظبط الشكل بتاعه كام بيجز. ماشي مش عارف ايه، ماشي اهوت. تعالى يا باشا ظبط لي الشكل بتاعي اهوت. انا مثلا كنت مكبره هناك شويه عشان يبدا يبقى الشكل واضح ورا ان هو حاجه ليها علاقه بالدراسه، تمام. تعالى معايا هنا بعد كده انا عملت ايه. عندك اللي هو البيبر تكستشر، التكستشر اللي هو دوت اللي هو عامل زي ما تكون ورقه متكرمشه. ده انا جبت برده جاهز عندي الاستريتور، هوريك تجيبه ازاي السكشن الجاي ان شاء الله، بما انك كده كده داخل على الاستريتور خلاص. واقدر اهنيك ان انت وصلت لمرحله انك تشتغل الاستريتور اصلا، لان هو الاستريتور برنامج صعب مش سهل، تمام. انا كده عملت الشكل بتاعي الاول والتاني، تمام. ضن يا صديقي. تعالى بعد كده خش معايا ايه اللي فوق منها تاني. سيبك بقى من كده التواصل والكلام دوت والراوند ريكتانجل دوت، سيبه دلوقتي، كل الكلام ده بيتحط في الاخر. ايه اللي عندي تاني فوق؟ تعالى سيبني من الكلام دوت، تعالى شوف لي ايه الدوريه دي. الدوريه دي انا عملتها هي راوند عاديه. جيت هنا كده يا باشا وعملت راوند عاديه، اللبس عاديه كده بالشكل ده، تمام. اديني الكلر بتاعها من نفس درجه اللون بتاعه الازرق اللي تحت، تمام اهيت. وعملت دوبليكيت لللاير ديت عن طريق كنترول جي، تمام. وجيت على اللاير اللي تحت كنترول، اللي هي اللاير اللي فوق قصدي كنترول تي، تمام. ومسكت شيفت وبدات اكبر نسبه وتناسب هكذا بالشكل دوت. وبدات اجي من هنا من قائمه بروبرتيز واقفل الكلر بتاعي وابدا اعمل فيها ستوك باللون الابيض هكذا، وابدا اكبر الستوك معايا 3 مثلا بيكسل ولا حاجه هكذا بالمنظر ده. نفس المنظر اللي هناك، انا بس اللي محرك الدايره هناك ومخليها عامله من شكل واحد هكذا، تمام. وطبعا دي كانت غلطه عندي، مش انا عاملها بقصد، دي كانت غلطه. بدات احط صوره المدرس بالشكل الداخلي جواها. طبعا مش هينفع اعرض صوره المدرس لان دي حاجه يعني ممنوعه صراحه ان انا اعرض صوره حد عميل عندي، تمام. بعد كده اتجهت لان انا اعمل فكره. كانت بعتها لي العميله صور الاطفال وهي متصوره معاها وعايز تحطها بشكل شيك، فانا بدات اتجه ان انا اجيب صور اللي هي الشكل بتاع الفوتوز دوت. بدات اعمل جواه ريكتانجلز على الاماكن السوداء دي عشان انا ما كنتش بعرف اعمل سيلكت، تمام. ومش عيب ان انا اقول انا ما كنتش بعرف اعمل، لان انا فعلا ما كنتش بعرف اعمل الكلام ده كله وتعلمته مع الوقت. بدات اجيب الشكل بتاعي كده. طبعا انت دلوقتي كواحد بتشرح لك في مرحله متقدمه مش زيي، فانا مش هخليك تعمل ريكتانجلات زيي، لا يا باشا. تعالى هنا كده اعمل سيلكت للون الاسود هكذا بالشكل ده، تمام. هيبوظ معاك بالشكل ده زي ما حصل معايا في الاول. فانا طبعا كواحد كمحمود كنت في الاول ما بعرفش اعمل سيلكت بالبنت والكلام دوت ولا بعمل سيلكت خالص. قمت جاي اعمل ايه؟ شغل فلاحين. هات ريكتانجل يا باشا، هات لي من الستارت للاند، تمام بالشكل دوت كده. اديني اللون الاسود، ابدا هات كنترول تي وظبط الشكل بتاعك على الشكل اللي تحت منه بالظبط، تمام. بدات اظبط الطول والعرض معايا بالشكل دوت،
وتظبطه معايا لحد ما ظبط وعملت الشكل بتاعي الحمد لله بفضل الله. طبعا الموضوع كان عشوائي جدا، الموضوع كان ابتدائي جدا يعني. تمام، عشان اعمل ريكتانجل وابدا اعمل له دوبليكيت واحطه على كل اللايرز بتاعتي اللي معايا. تمام. تعالى ده يعتبر تاني تصميم ومن اسهل التصاميم برضه. بدات اعمل دوبليكيت لكل الحاجات هنا في الثلاث اشكال، بدات احط الصور جوه المربعات دي. بعد كده عملت ايه؟ جبت الشكل بتاع الشمس دوت، والشكل ده الصراحه، والشكل ده كل دول كانوا موجودين من الاستريتور جاهزين. يعني الشكل ده كده اللي هو الثلاث دوريات فوق بعض دوت، هنا جبته من الاستريتور جاهز. تمام. وطبعا انت هتضطر تجيبه من الاستوديو جاهز، لانك مش هتعرف ترسمه. لو هتقعد ترسمه هتعمل ثلاث دوريات فوق بعض وتقعد تعمل الفيلم ده كله، فانت هاته من الاستوديو جاهز ورايح دماغك، عشان انت الراجل دلوقتي بقى دارس الاستريتور رخم. تمام. والثلاث شرط دول برضو جبتهم من الاستريتور الصراحه اهوت. وهتعمل انكريز للشيب بتاع الشكل بتاعي بالشكل اللي انا محتاجه. وهتجيب من هنا اصل كده كده انت لما تتعلم الاستريتور، هو الاستريتور شكل برنامج مكمل معاك، فانت مش عيب ان انت تاخد حاجات تكمل بيها الشغل بتاعك جاهزه، عشان ما تقعدش تعيد اللي غيرك عمله. انت مش هتعيد اللي غيرك عمله طالما هي اتعملت مره. تمام. كل الشغل ده انا كنت جايبه من فري بيك جاهز بتاع الستريتور. وحتى الشكل، حتى الشخابيط الصغيره دي كنت جايبها من الستريتور برضه. بدات اجيب الشكل ده واظبط الحجم بتاعي هكذا بالشكل دوت. وبدات اجي اظبط بقيه الاشكال بتاعتي واكتب الكلمه واحط الايكونز بتاعتي وفولو اس ناو. وجيت هنا على الشكل الثاني الثلاث دوريات، عملت نفس الشكل، جبت نفس الشكل، عملت له دوبليكيت ودبل كليك هنا، غيرت اللون بتاعه خليته اللون الازرق اللي هو ظاهر قدامك دوت. تمام. عملت الريكتانجل بتاعي وبدات اكتب فيه الداتا بتاعتي، وتحت الداتا اللي انا محتاجها، وهنا عملت كلمه التواصل والاثنين راوند الريكتانجل بتاعتي في الداتا بتاعتي. اظن من اسهل الشغل اللي محتاج اللي انت تعرف تعمله دلوقتي. هيبقى صعب بالنسبه لك زي ما كان صعب بالنسبه لي، لا هو عيب ولا حرام. فشلت فيه كتير وكنت بتعب في الحاجات دي كتير قوي، وانا زمان مش بعملها في 10 ثواني زي دلوقتي. وانت لازم تمر بنفس المرحله دي. محدش بينط السلم، كله هيتعب وكله هيعيد الشغل من الصفر. تمام. اعمل الشغل ده وارجع لي. الداتا دي كلها هتلاقيها عندك اصلا، ببعتها لك على الواتساب او سايبها لك في الديسكربشن. الداتا دي كلها جاهزه معاك. تمام. اشتغل وارجع لي، خد لك بريك وارجع لي تاني. احنا اشترينا ماتيريال جامله، فوتوشوب والستريتور وان الصراحه الماتيريال ديت هتفيدنا كلنا. انا واحد من الناس شايف انها كويسه جدا، وهي الماتيريال هي كامله مكمله، فيها فونتس عربي وانجليزي حوالي 250 فونت لكل حاجه. تمام. غير الفونتس اللي هو مطورها بنفسه، غير فيديوهين شرح تايبو و3 دي. تمام. شغل جميل، شغل جميل جدا. ومكتبه صور متنوعه فيها 1950 صوره ولا 905 صوره من كل الصور بجودات عاليه. فانا شايف انها كويسه جدا. تمام. وفيها بقى برامج بتاع تصاميم 3 دي، وفيها بيز دي، وفيها كميه حاجات كتير جدا. وهي عباره عن جزئين. المكتبه دي احنا شارينها كانت حوالي من 350 ل 400 جنيه. احنا بنبيعها دلوقتي لاي شخص عامله 50 جنيه لحد ما يتم استيفاء العدد اللي هو بنقسم مبلغ علينا ويستيفي العدد. بس كده. لو حابب تطلب المكتبه ديت، المكتبه عندي في المكتبه معايا، تقدر تطلبها توصلك على الواتساب بتاعك لو انت عايز تبعت فلوس بدون كاش. لو عايز تاخدها مني وش لوش مفيش فيها اي مشكله. المكتبه متوفره، تقدر تستعملها في اي وقت، تقدر تستعملها في كل حاجه. واي تحديث بينزل عليها بينزل لك ببلاش، لان هي بيبقى ليها تحديثات فهينزل لك كل التحديثات بتاعتها ببلاش، مش هتدفع ولا جنيه فيها. وهي مليانه حاجات كتير جدا، وحاجات كتير انت بتدور عليها او هتيجي تدور عليها مستقبليا في شغلك ومش هتعرف تعطلها في سكه. تمام. كلها مدفوعه وكلها شغل عالي. فلو حابب تواصل معايا هيتم الرد عليك ويتم بعت لديك اللينكات بتاع التحميل، او يتم استلام لو ما عندكش نت وعايز تستلمهم على طول عشان باقة النت برضه ان هم 28 جيجا، هتستلم مني الملفات لحد عندك في الفلاش عادي مفيش مشكله. ويلا بينا نكمل الشرح بتاعنا. هوب، جيت لك يا صديقي يا عزيزي يا حبيبي يا روح قلبي من جوه. التصميم اللي انا قعدت فيه 3 ساعات عشان اعمله لك عشان تتعلم عليه. اختار بقى عن التصميم ده ونشوف اتعمل ازاي. نكشف الستار يا صديقي. ها هو التصميم بتاعنا الخبيث المبيس اللي كل حاجه. شايف الفرح ده؟ شايف الفرح ده اللي انا عمال اطلع لك وانزل لك فيه ده اللي انت هتعمله. تمام. ادي واحده فايل نيو ونبدا من اول وجديد. 50 30 يا باشا و300 ريزوليوشن. تمام اهو. و300 ريزوليوشن. واديني الار جي بي ده، اديني وانا ضيع. الملفات دي هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في الداونلود عندك، يا اما في الجروب اللينك بتاعها، يا اما في الديسكربشن، وفي الحالتين هتحملهم. تمام. ندخل بقى ايه، نبدا نجيب بقى ايه الليله دي كده ونبدا بقى نشوف الدنيا دي اتجمعت منين. اول حاجه هتلاقي العناصر بتاعتك هنا الباك جراوند، وعندك السما، وعندك ازازه بيبسي وكوكولا. تمام. وعندك اللي هو السبيروس باتيسبس. تمام. وعندك بقى شويه حاجات كده تحتاجها لو انت حبيت تصمم حاجه جديده غير اللي انا عاملها. اديني واحده واحده ونشتغل. اول حاجه انزل بالخلفيه. تمام. نزلنا بالخلفيه، زومنا الخلفيه كده ومالي بيها الشاشه يا صديقي زي الفل. انا مش عايز الرمل بتاعي يكون بالشكل دوت. اول حاجه هات لي كويك سيلكشن تول واديني واحده كويك سيلكت تول. تمام. للرمل ده كده
تمام. كنترول جي عشان تعمل فصل اللاير دي في لاير واحده. كنترول يو عشان تبدا تظبط اللايتنج والساتوريشن. ظبط لي يا باشا الساتوريشن، عليها لي شويه، قلل لي اللايتنج بتاعك، علي لي ساتوريشن، اديها واحده اوكي. زي الفل زي الفل. هات لي السما بتاعتك، تعالى يا سما اهلا بيك. بص انا جاي لك وفايق لان بقالي 3 ساعات بصمم. التصميم ده ما ياخدش في ايدك انت بقى المفروض بعد ما الشرح دوت اكتر من 3 ساعات. بعد ما عملنا السما اديها الماسك بتاعك الجميل. هات الاريزر تول هاردن الزيرو وابدا امسح معاك لحد ما تلاقي نفسك ظبطت شكل السما بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام. كويس يا صديقي. عيد الشكل اكتر من مره لحد ما تظبطه، انا ما عنديش مشكله انك تفضل تعدل فيه لحد ما تظبطه. اهو. تعالى هنا بالبراش تول وابدا زوم الشكل بتاعك اهو يا باشا. اهو يا عزيزي. بالشكل ده كده. تمام. اريزر تول وتعالى امسح لي الاجزاء اللي تحت دي كده. اهو يا صديقي. كنترول يو ظبط لي اللايتنج بتاعتها. اقف لي على اللاير الاصليه وكنترول يو ظبط لي اللايتنج بتاعتها من الساتوريشن واللايتنج عليها لي شويتين 3 4. تمام. اهلا بيك في عالم التصميم. هو ده التصميم بقى اللي احنا بنتكلم فيه بجد. سيبك بقى من اللعب العيال اللي انا كنت بعلمك عليه دوت. انت راجل دلوقتي بقى اسمك مصمم سينيور جرافيك ديزاينر. ايه يا باشا ده كده التصميم. عملنا اول حاجتين اللايتنج بتاعت الاثنين دول وفصلنا اللاير وعملنا لايتنج للسما. نشتغل واحده واحده. ارجع للعنصر الاساسي بتاعك، ايه اللي موجود؟ ازازه سبيرو. تمام. وازازه بيبسي وازازه كولا. تعال نمشي واحده واحده. اجيب ازازه السبيرو اول واحده فيهم. تعال هات لي ازازه السبيرو بس كده. دخلها لي هنا في لاير لوحدها. من اللاير ديت واعمل سيلكت سبجكت. حدد لي الازازه يا باشا. الازازه اتحددت معاك اتحدد. هات لي الازازه. حط لي الازازه هنا. اعمل كنترول تي وظبط الحجم بتاعك على قد ما انت محتاج. انا مثلا ممكن اخليها بالحجم ده. تمام. هكذا. عشان هي العنصر الرئيسي بالنسبه لي فهي لازم تكون اكبر حجم في الصوره كلها. اول حاجه اعمل لي نيو لاير. نزل لي النيو لاير تحتيها. وابدا هات لي البراش تول. وابدا خلي لي البراش تول بتاعتك الهاردنس زيرو والمقاس بتاعها اصغر شويتين 3. وابدا ادي لي الكلر بتاعك اسود. تمام. بالشكل ده كده انت عملت الشادو اللي تحت الازازه. هل هسيبه بالمنظر ده؟ طبيعي لا. ابدا امسح بس كده عشان الشادو بتاعك يطلع بشكل مظبوط. تمام. اهوت بالشكل ده. تمام. تعالى لي من هنا يا باشا اعمل قائمه فلتر. تمام. فلتر بلور جاليري فيلد بلور. ظبط لي البلور بتاعك زوم شويتين 3 4. تمام. لحد ما تلاقي الشكل ظبط معاك ايوه بالمنظر ده كده. تعالى هنا يا باشا كده من الاوباستي بتاعتك وظبط لي الاوباستي ووطيها لي شويه. تمام. يلا نحمل. يا رب اتمنى من الله ان بعد الفيديو ده يجيب نتيجه، عشان الفيديو ده لو ما جابش نتيجه انا هقوم انتحر. والله العظيم انا جبت اخر منكم. تمام. تعالى عملنا البلور بتاعنا. تعالى نبدا نشتغل. ثواني عشان بس ايه الموبايل ده هيقرفنا. كده واحده ميوت. ابدا اقفل الجوجل كروم دوت كده عشان هي مش ناقصه صداع. تمام. اوباستي هنا يا باشا اديني الاوباستي بتاعتك 70. كويس. تعالى معايا. ابدا بقى عايزين نعمل شادو اصلي. انا اللايتنج بتاعتي هخليها المظهر بتاعها كده فالشادو هيظهر في المكان ده. هات لي ازازه السبيرو دي اديها لي كنترول جي كنترول تي وابدا لف لي الزاويه بتاعتها بالشكل ده. تمام. اهوت. بالشكل ده كده. كده انا ببدا اظبط الشادو بتاعي. نزل لي اللاير دي تحت اللاير ديت. تمام. وابدا ظبطها لي اهوت. واديني دبل كليك هنا واعمل لي كلر اوفرلي وخلي لي الكلر اوفرلي اسود. هكذا بالمنظر ده. تمام. ركز معايا يا عزيزي. وتعالى هنا في قائمه فلتر بلور جاليري فيلد بلور وظبط لي البلور بتاعك لحد ما الشكل يظبط معاك بالمنظر الجماد دوت الجمدان دوت اهو. بص كده يا صديقي انا كده ظبطت البلور جاليري بتاعي وعملت بلور كل كونتيننتال فوق المنتال على طول يعني. اخش معايا في اللي بعده. جاهز يخلص بس كده ايه بلور عشان الموضوع تقيل شويه. الموضوع صراحه في تفاصيل كتير قوي. وحاليا الشادو بتاعنا بدأ يظهر على أرض الواقع بالشكل الجميل اللي احنا شايفينه ده. تعالى هنا من الأوباست يا باشا وخلوا لي 10% أو 15% بالكتير قوي. لو زاد معاك خليه 25 أو 20%. لو أنت عايزه يعني اللي هو يكون واضح زي الشكل ده كده. تمام. أنا ممكن مثلا أخليه 30% عشان أنا عايزه يكون واضح شويتين 3. ظبط الشادو بتاعك في المكان اللي أنت عايزه. تمام. بعد ما تظبط الشادو بتاعك يا صديقي ابدأ هات لي بقى العناصر بتاعتك. ما تظبطش لايتنج دلوقتي أنا مش عايز لايتنج دلوقتي. تعالى نبص إيه العنصر التاني البيبسي. تمام. تعالى خد لي هنا كده. هات لي ازازه البيبسي ديت هاتها لي هنا كده. نيمها لي على جنبها بالشكل ده كده. وتعالى كنترول تي وظبط لي الحجم بتاعها هيكون اصغر شويتين 3. تمام. بالمنظر ده كده. ازازه البيبسي دي احنا محتاجين لها شادو يا صديقي. ابدا اعمل لي نيو لاير. نزل لي اللاير تحت البيبسي. تمام. البراش تول بتاعتك الجميله.
هاردن الزيرو برضو، وابدا امشي لي تحت البيبسي كده عشان تعمل الشادو. خرج لي الشادو بره البيبسي شويتين ثلاثه، عشان البيبسي اصلا هيبقى الشادو بتاعها نايم على جنبه. تمام بالمنظر ده. ثواني بس نجيب الاريزر تول ونظبط الشكل ده كده شويتين، بالشكل ده كده، وهنا بالشكل ده كده اهوت يا عزيزي. وتعالى من هنا كده قائمة فلتر، بلور جاليري، فيلد بلور، نفس القايمة اللي انت بتشتغل بيها تفضل تشتغل بيها طول حياتك. تمام اهو كده. تمام. وتعالى من هنا كده يا باشا من الاوباستي، وظبط الاوباستي بتاعتك، خليها لي برضو 10 او 15 او 20% بالكتير قوي. تمام. نفس الفكرة مع الشادو بتاع السبيروس بس. تعالى هنا يا باشا كده ظبط لي الاوباستي بتاعتك 15% او 20% بالكتير قوي زي ما اتفقنا. تعمل معاك المنظر ده. مثلا ممكن انا اخليها 30% عشان تبقى واضحه شويه. تمام. انا ظبطت اللايتننج بتاع الشادو، ما ظبطتش لايتننج الازايز. تعالى بقى امسك لي البيرن تول بتاعتك وابدا اشتغل على الازازه الاولانيه. الازازه الاولانيه اللايتننج هيبقى هنا، الشادو هيبقى هنا. بص بقى عشان اللحظه دي فيها شغل كتير قوي. تعالى هنا يا باشا كده وابدا ادي شادو كتير جدا كده في النص ده بس. تمام اهو. النص ده فقط اهو. جامد. زود زود عادي مفيش فيها مشكله. وابدا هات لي اللي هو الدوج تول، ومن الناحيه التانيه يا باشا ظبط لي الناحيه التانيه تكون لايتننج جامد. تمام اهو كده. تمام هكذا. اقلب لي هنا وهات لي البيرن تول وانزل لي هنا كده تحت، وابدا ادي بيرن تول لازازه البيبسي وانت واقف على اللاير بتاعتها. اعمل استلاز لللاير عشان لاير البيبسي سمارت اوبجكت. تمام اهو بالمنظر ده كده. وابدا زود الشكل بتاعك بالمنظر ده. طيب هل انا ينفع اسيب كلمه بيبسي بالمنظر ده؟ هاخد كوبي رايت على طول. والله يا جدعان انا راجل غلبان مش عايز كوبي رايت. ابدا اعمل بالبلور تول بلور على كلمه بيبسي زي ما انا عامل بالظبط. تمام بالمنظر ده كده اهوت اهوت كده. انا كده عملت بلور لكلمه بيبسي. عندك بقى حته البوكسنج. البوكسنج ده ايه يا باشا بقى؟ دوت بوكسنج يعني انا حاجات جايبها جاهزه. تمام. بس بصيغه اللي هو الاستريتور. انا هسيب لك الملف بتاعي اف في قلب الملفات عشان تقدر تاخد منها البوكسات بتاعتك وتعمل وتشتغل بيها. تمام. تعالى معايا نفتحها على الاستريتور حاليا كده ونشوف الشغل بتاعنا هيبقى ماشي ازاي. بص يا صديقي، عشان بس تفهم وانت بتختار، الاختيار بتاعك مش هيبقى عشوائي. ده البوكس، الوجه بتاع البوكس باين، ده ظهر البوكس اللي باين هنا في التصميم بتاعنا. ده هنا لا كده، لو انا ايدي ناحيه الشمال وانا ماشي كده البوكس بتاعي هيبقى الوش اللي ظاهر ولا الظهر؟ طبيعي الظهر بتاع البوكس بس هو اللي ظاهر. فانا هاخد ظهر البوكس كده واقوم داخل بيه فوتوشوب واحطه هنا. تمام. يبدا يحمل معاك كنترول تي، اعمل لي بقى فلوب هوريزونتال يا باشا، واعمل لي كلوك وايز اهو كده. وابدا اعمل كده يا باشا، صغر الحجم بتاعك وابدا ظبط لي الزاويه بتاعه الميل بتاعه البوكس بتاعك. تمام زي الفل زي الفل. هات لي بقى البوكس التاني اللي هو الوش وحطه لي الناحيه التانيه. تمام عشان يبقى اكنه طالع من الناحيه التانيه من الجهاز. تمام اهوت هكذا. تمام اهو ظبط الحجم، يبدا بيبقى بالشكل ده وحطه لي هنا كده. طيب هل هينفع اسيبه بالشكل ده كده؟ لا طبعا. هبدا انزله اللاير بتاعته تحت اللاير الازازه عشان هو هيبقى في ظهر الازازه. تمام وده هنا كده اهو. تمام يبقى كده اكن هو بيتحرك وبيدلعك. عايزين نكرر الحوار ده مع بتاعه البيبسي. هات لي واحده الوش هنا اهي. تمام بس انا هاخد من هنا الوش بس اللي هي التانيه مش ديت، التانيه اللي هي دي، عشان البيبسي احنا عايزين الوش بتاعها بس مش الظهر. تمام ابدا اسحبها لي فوق البيبسي كده. تمام كنترول تي وابدا اعمل لي فليب 180. تمام وفليب هوريزونتال هكذا بالمنظر ده كده. انا ظبطت الشكل بتاعها، ظبط لي بس حجمها هكذا بالحجم ده. وابدا خليها لي تكون بالزاويه ديت عشان الزاويه دي مش تنفع كتير. الزاويه دي كده هكذا. طيب هل هينفع البوكس يبقى ملامس الارض كده بالمنظر ده واسيبه باللون الفاتح ده؟ لا. تعالى بقى نظبط لايتنج البوكسات. هات لي البيرن تول وقلب لي السمارت اوبجكت بتاعك للريستلاز لاير وابدا غمق لي البوكس عشان ده ملامس للارض بالمنظر ده كده. تمام محدش يقول لي انت مغمقه بزياده عشان هوريك ليه دلوقتي لما اظبط اللايتنج. تعال على البوكس ده. البوكس دوت الوش بتاعه من قدام هيبقى الوش بتاعه من قدام هيبقى لايتنج، الظهر بتاعه من تحت هيبقى بيرن تول. تمام يعني محروق اهو. بص كده بالبيرن تول وهبدا امشي على الجزء ده كده اكتر من مره. تمام لحد ما يديني شكل اكنه متفحم كده. وهات لي من الناحيه التانيه دوج تول وابدا عدي لي على الجزء ده كده. تمام اهو كده. طيب تعالى على البوكس التاني. البوكس التاني هو الريستلايز لاير. الشكل دوت هيبقى من هنا كده لايتنينج، من هنا كده كل ده محروق. دوج تول وابدا امشي لي البيرن تول وابدا امشي لي على المكان ده كده بالمنظر ده اهو كده بالمنظر ده. وتعالى لي بالدوج تول يا باشا بتاعتك وابدا امشي لي على المكان ده كده وفتحه هكذا بالمنظر ده. تمام ظبطنا كده اول حاجتين وهما العلامه اللي هو السبيروس باتس والبيبسي.
عايزين بقى نظبط الطربوش بتاعها والكلام دوت. كل الكلام ده هتلاقيني سايب لك الملفات بتاعت اوديت الطربوشه اللي انا كنت جايبه. تمام. سحبته شلت منه الخلفيه، ولسه هشيل منه الاسم اللي تحت. تعالى لي هنا كده، حدد لي الاسم اللي تحت دوت، واعمل ديليت واعمل دي سيلكت. شيل لي يا باشا بقى الطربوش بتاعك. ثواني بس نعمل الدي سيلكت عشان ما تعملش. تعالى شيل الطربوش بتاعك وخده معاك هناك اهو. هبدا اخد الطربوش بتاعي، اعمل له كنترول تي واظبط الحجم بتاعه عشان بس يبقى ظابط على دماغ السبيروس بادس، واحطها لي فوق السبيرو هنا كده اهي. تمام. كنترول تي، وعندك الورب تول الاول، وظبط لي الطربوش يبقى على دماغ الازازه بالظبط. تمام. هكذا بالمنظر دوت. تمام. المنظر ده اهو، هكذا بالشكل ده. تمام. اديله الاوكي بتاعك وابدا بقى اعمل ماسك لاير. وطبعا انت عارف الماسك عشان لما نمسح حاجه، لو مسحنا حاجه لا قدر الله بالغلط نقدر نرجعها بالشكل ده كده، وابدا امسح اهو. انا هبدا امسح كل الكلام دوت، وارجع اضيف الحاجات الزياده اللي انا مسحتها بالغلط. تمام. هات لي بقى البراش تول بتاعتك وصغر لي حجمها على قد ما تقدر عشان تقدر ترجع الاجزاء اللي انت محتاج ترجعها فقط. وبالمنظر ده كده ضيف لي الاماكن دي كده تاني. تمام اهوت بالمنظر ده كده. كده كل ده كده عايزين نرجعه تاني، فنبدأ نرجعه تاني بالشكل ده. تمام اهو كده اهو. وابدأ هات لي البراش تول وابدأ امسح لي الأماكن اللي دخلت جوه. والأسود دوت هتقول لي طب ما تسيبه ده شادو. هقول لك لا، أنا هوريك ازاي ده هنعمل الشادو عشان يبقى الشادو مظبوط بالملي وما يبقاش باين عليه إن هو فاكس أوي كده. تمام اهو كده. أنا كده مسحت كل الزيادات. اعمل لي اللاير يا باشا فاضية ما بينها وما بين الطربوش، وهات لي البراش تول بتاعتك صغر لي حجمها وابدأ عدي لي على الأماكن دي كده. كده انا كده عملت الشادو بتاعي اللي انا محتاجه. اي حاجه من الشادو تخرج بره ابدا اوتوماتيك امسحها بالشكل ده كده. وتعالى هنا من قائمه فلتر، من بلور جاليري وفيلد بلور. تمام. ابدا ظبط لي البلور بتاعك كده بالشكل ده. تمام اهوت بالشكل ده كده كده. ثواني. ايه ده؟ وايه اللي انا دوست عليه ده؟ ايه ده ايه ده؟ لا لا لا، يا رب الرحمه. اهوت فيلد بلور. ابدا ظبط البلور بتاعك. تمام هكذا. وهات لي البراش تول بتاعتك يا باشا. ثواني بس البلور يحمل. اقفل لي بس الاستريتور عشان الضغط على الجهاز ما يبقاش كتير. انا بقول الاستريتور اللي اتقفل مش فوتوشوب. تمام. تعالى من هنا يا باشا كده امسح لي الحاجات اللي طلعت بره ديت هكذا بالشكل ده. وتعالى من هنا خلي لي الشادو 20 مثلا 50% بالشكل ده عشان يبقى الشكل بس مناسب ما يبقاش فاكس. تمام اهوت. وهات لي البراش تول بتاعتك تاني بالشكل دوت، وضيف لي الاماكن الزياده اللي انا مسحتها بالغلط. تعالى هنا كده امسح لي دي كمان اهو. انا كده عملت الشادو بتاع الطربوش فوق دماغ الازاز. هات لي يا باشا بقى الشنب بتاعك، وهتلاقي الشنب برضه انا سايبه لك. خده لي كده في الفوتوشوب وافتحه لي فلاير لوحده هكذا. اديها واحده كويك سيلكشن بالمنظر ده اهوت. عملنا سيلكت للشنب في ثواني. شيل الشنب وخده معاك. هات الشنب هناك كده اهوت. كنترول تي، كبر الشنب شويه هكذا. كنترول تي، وهات لي الورب تول بتاعتك وابدا ظبط لي الشنب بحيث ان هو يبان ان هو داخل مع الازازه. فاهم قصدي؟ بحيث ان هو يكون باين ان هو مايل، يكون مايل للناحيه دي. تمام اهو بالمنظر ده اهو يا صديقي. بعد ما ظبطنا كده بالمنظر ده اهو، انا كده ظبطت الشنب وظبطت ده. هل هينفع اسيب الازازه بالشكل دوت؟ المفروض الجزء ده فاضي والمفروض اللي ورا ده يبان. الحته بقى اللي احنا لما جينا نشرحها في السكشن ما اتشرحتش بشكل كويس، وكان يعني من اسوأ الاماكن، من اسوأ الوقت اللي انا شرحت فيه. انا بعمل حاجه حلوه ان انا باجي اجيب البين تول بتاعي بعد ما تعمل سيلكت يا صديقي للجزء بتاعك اللي انت عايزه دوت. ابدا روح للريكتانجولار ماسكال تول، كليك يمين، وعندك بقى لاير فيا كات. تمام. دي النقطه اللي احنا شرحناها والدنيا ما كانتش مظبوطه هناك وما عرفتش اوصلها لكم بطريقه كويسه. تمام. بعد ما تعمل اللاير فيا كات هتلاقي الجزء ده انفصل معاك في لاير لوحده. تبدا تيجي من هنا تنزل على اليومينال وتلاقي الشكل معاك بقى بالمنظر دوت، اكن الازازه محطوطه فعلا بالمكان دوت. تمام. بعد كده ضيف لي الكماليات بتاعتك، وهي كانت اول حاجه معانا هنا كده اللي هو الملفات بتاعتنا. عندك صندوق التلج، هات لي صندوق التلج هنا كده. تمام. صغر لي الشكل بتاعه، هاتولي بالمنظر ده، حطولي هنا ونزل لي المكان بتاعه تحت هنا كده عشان هو هيظهر ورا ازازه الكولا مش قدام. صغر لي الشيب شويه كمان لان هو في ظهرها، فالمفروض يبقى حجمه ما يبقاش كبير جدا. تمام. صغر لي الشيب شويه كمان لان هو محتاج يصغر شويتين كمان بالمنظر ده. من هنا كده تبدا تجيب نيو لاير برضو تاني وتنزلها تحت منها
تبدا تجيب البراش تول بتاعتك وتبدا تعدي على الاماكن دي كده عشان تعمل الشادو بتاعك. تمام، هكذا بالمنظر ده كده كده كده، عشان الشادو بتاعك يبقى حجمه كبير شويه، لان ديت محطوطه في المكان لازم يكون الشادو فيه كبير جدا. تمام اهوت بالمنظر ده. وتيجي من هنا كده من قائمة فلتر بلور جاليري فيلد بلور، وتكرر نفس العملية من تاني اهوت، وتزود الفيلد بتاعك. بعد ما بيعمل معاك قائمة البلور وتخش قائمة البلور تعمل بلور جاليري، تمام، يبدأ معاك يحمل البلور. بعد ما البلور يحمل هنبدأ نظبط من قائمة الاوباستي بتاعتنا عشان نخلي الشكل بتاعه واقعي كشادو. تمام، استنى معايا، نبدأ من هنا من الاوباستي نخلي مثلا وليكن 50%. تمام، لا خلوا لي 30% يبقى كويس قوي. تمام، نيجي بعد كده طبعا لازم نظبط برضو البرايتنس والشادو في قلب البيبس بتاع الصندوق دوت. فطبعا الجزء ده هيبقى شادو، الجزء ده هيبقى لايتنج، فلازم الجزء ده كده ياخد تظليله عشان بس ايه الدنيا تتفهم فيه كده اهوت. الجزء ده كده كله لازم ياخد تظليل عشان الجزء ده هيبقى الشادو. تمام، والجزء التاني لازم يتفتح شويتين تلاتة عشان هو الجزء ده اللي هيبقى عليه اللايتنج. نبدأ ناخد ازازة اللي هو السبيروس باتس تاني. تمام، هكذا من احنا عاملين لها كات ولا مسحنا اللاير مش عارف، هنحطها من تاني. تمام، نعمل كات من تاني لللاير سيلكت سبجكت. خد لي ازازه السبيروس باتس معاك هناك اهوت يا صديقي. كنترول تي ظبط لي حجمها، ظبط لي الميل بتاعها. خد لي منها نسخه وكنترول تي وفليب هوريزونتال. تمام، كنترول تي اوكي. تمام، تعالى على اول واحده واديها ماسك، وابدا هات الاريزر تول بتاعتك وامسح كل المكان ده لحد ما تلاقيها دخلت معاك بالشكل دوت كده. تمام، انت كده عملت دمج الازازه. طبعا الحجم ده كبير قوي بتاع الليرين دول، فظبط لي الحجم بتاع الليرين شويه، صغرهم لي شويتين تلاته كده، ايوه بالمنظر ده. تعالى على اللاير بتاعت الماسك وارسم لي الجزء الزياده اللي اتمسح اهو كده. تمام، تعالى من هنا بقى بالبراش تول بتاعتك بالريست تول بتاعتك وظبط المسح بتاعك كده بالشكل ده. تمام، اي حاجه تخرج منك بره لازم تظبط الشكل بتاعك عشان ما يبانش انها فيك. تمام، التفاصيل اهم من الشغل نفسه، يعني التفاصيل بتاعتك اهم حاجه عندك عشان تبقى انت بس عارف اللي بيميز الشخص الناجح من الشخص لاي كلام، التفاصيل بتاعت الشغل. اي حد يتقفش من تفاصيل الشغل بتاعته، التفاصيل بتاعته لو هو فاكسه يبقى هو شخص فاكس. تمام، خد الماسك ده وكرره لي هنا تاني. تمام، وتعالى لي على الماسك وابدا هات لي الريزر تول وامسح لي المكان ده. طب ليه انا قررت الماسك ما عملتش ماسك جديد؟ اعمل ماسك جديد عادي يا صديقي ما فيهاش اي مشكله، بس انا قررته بس عشان وقت الفيديو ما يطولش منه. تمام اهوت، وابدا اعمل اريز كده بالشكل ده للمكان ده اهوت. تمام كده بالمنظر ده هكذا. انا كده عملت الازاز. هل هسيبهم بالمنظر ده؟ لا طبعا، في حاجه عندي اسمها لايتنج وشادو. الجزء ده هيبقى لايتنج يبقى الجزء ده يبقى شادو. تعالى على اللاير بتاعتها كده وهات لي اللي هو البيرن تول وتعالى لي على الجزء ده كده يا باشا واديني عليه شادو كده. تمام، الجزء التاني طبعا عشان هيبقى في وش الضوء فلازم يكون لايتنج على قد ما تقدر. نفس الحكايه هنا هيبقى لايتنج الناحيه التانيه شادو. تعالى هنا كده وخلي لي الشكل ده لايتنج من اللاير بتاعته اهوت. تمام، وتعالى من الناحيه التانيه وخلي لي اللاير ديت شادو اهو. تمام هكذا. هل انا هسكت على كده؟ تعالى يا باشا اضيف لك الكولا الاخرى. تمام، ونحط لك شويه الكلام اللي حطيناه. تعالى هات لي الكولا، هتلاقي الكولا عندك هنا اهي، نفس الطريقه اللي تعمل بيها البيبسي هتعمل بيها الكولا اهي. وابدا اصغر الحجم جدا لانها بعيده فلازم يبقى حجمها صغير. تمام، وتعالى لي من هنا كده اعمل لها الشادو بتاعها. تعالى من هنا كده اسحب لي بس اللير بتاعتها فوق كده، اعمل لي نيو لاير حطها تحت منها. هات لي البراش تول بتاعتك وابدا اعمل الشادو بتاعك بالشكل اللطيف دوت. الشغل مش محتاج، مش صعب، بس كله على بعضه محتاج منك بس شوية تركيز وشوية تشغيل دماغ. بس الفكرة كلها سهلة، والفكرة كلها تقدر تنفذها في أي وقت بكل سهولة أهوت بالشكل اللي أنت شايفه الجميل دوت. نستنى البلور يخلص نبدأ نظبط الأوباستي بتاعتنا عشان تظبط معاك. ثواني بالظبط كده، نبدا بقى نظبط الاوباستي هنا مع العلم ان هو ممكن ما يكونش محتاج زي كده. تمام، ونبدا نجيب البيرن تول. الجزء ده ملامس للارضيه فالجزء ده كله لازم يكون محروق نوعا ما اللي هو مظلم يعني. تمام، فابدا اعمل كده اضلم الشكل ده كده. تمام بالشكل ده. ثواني عشان زادت مني قوي الصراحه. تمام، واجي من الناحيه التانيه بالدوج تول واجي اظبط اللايتنج هنا بالشكل ده. تمام، طب ليه الاضاءات والحاجات كده انا بزود فيها جامد، هوريك ليه دلوقتي عشان لما نعمل الشادو الضوء بتاعنا هتشوف الفرق دلوقتي. تمام، زود لي بس الشادو هنا شويه عشان ايه الشادو مش واقعي خالص. تمام، تعالى بس هات لي الاتنين دول دي ودي، وابدا اسحب لي الصندوق ده لتحت شويه كده عشان ايه يبان بس الواقعيه بتاعته هكذا بالشكل ده. تعالى على الشادو ظبطه لي 70% ولا حاجه عشان ايه يبقى شكله كويس.
تمام. الشادو اعمل له الماسك وابدا امسح الزيادات اللي خارجه بره ديت عشان مش عايزينها في حاجه، والزيادات اللي خارجه من هنا. بس كده. تعالى ايه تاني اللي ناقص معانا؟ فاضل معانا الكلام. هل هندخل في حته الكلام على طول؟ لا، انت لسه عندك فكره اللايتنج. تمام، ان انت تظبط اللايتنج بتاعه التصميم بتاعك. تعالى بقى نظبط اللايتنج واوريك الفكره الابداعيه في اللايتنج عشان بس ايه يوصلك المعلومه. تعالى اول حاجه نخرج بس كده عشان ايه نجيب الفايل بتاعنا الاصلي، عشان انا اقول لك ليه هجيب الفايل الاصلي. تمام، اهوت ده الفايل الاصلي. اللايتنج والشادو هتلاقيني جايب لك الاثنين، اللايتنج والتظبيط بتاعه هتلاقيه جايبه لك عشان هو اي بي اس. تمام، انا جايبه الستريتور، فهتلاقيني سايب لك الفايل بتاعه. تمام، اسحب لي الفايل ده حطه لي فوق خالص، فوق كل حاجه، وكنترول تي وظبط لي الحجم بتاعه هكذا بالشكل ده. تمام. انت دلوقتي كواحد ان شاء الله السكشن الجاي هتاخد الستريتور، فمش هيفرق معاك هو اي بي اس ولا بي اس دي. تمام. انا دلوقتي عملت فوق منه، جيت فوق منه عملت لاير سوليد كلر. تمام، وخليتها ابيض، وجيت من السوليد كلر ديت وخليتها فلتر، وجيت على الفلتر وخليت بلور جاليري وفيلد بلور. تمام، الاول، وجيت هنا في الاوباستي بتاعته خليتها 20% او حوالي 10% كمان. تمام، عشان افتح بس فكره الاضاءه بتاعته شويه. اهيت اللير هتلاقيها عندك برده معموله هنا اهيت، بس انا عملت لها بلور جاليري عشان البلور بتاعها يكون خفيف شويه، ما يكونش من النوع الرخم. فاهم قصدي؟ يعني الريكتانجل ما يكونش من النوع الرخم. تمام، ثواني بس عشان الجهاز كله بيحمل دلوقتي. بص كده يا صديقي، الاول من التاني، بص كده لما انا بضيف المستطيل بتاعي اللي انا عامله دوت. ثواني بس نظبط الحاجه بتاع المستطيل دوت عشان تشوف الفرق في الفلتر بعد ما بيتعمل. بص كده يا صديقي، بعد ما الفلتر هيتعمل على بتاع كله، التصميم كله بيبدا يهدي من اللايتنج شويه، ويبدا يظبط لي جوده الصوره اللي طالعه. ثواني بس يحمل لان الجهاز عليه ضغط كتير قوي. بص كده يا صديقي، قبل الفلتر وبعد الفلتر هو مجرد ان هو بيفتح الالوان شويه. تمام، ثواني بس كده عشان انا ايه غير راضي عن الشنب، ومش هكمل شرح غير لما اظبط الشنب دوت لان شكله مش عاجبني خالص. تمام، وانا ما بحبش الحاجه بتاعتي يبقى شكلها بالمنظر ده، مبقاش قاعدين مكلفين الشغل ده كله ويجي شنب يبوظ لنا الموضوع. تمام، عملنا اللايتنج بتاعنا. نبدا بقى ايه نجيب اللوجو. اللوجو دوت هتلاقيني سايب لك برده الملف بتاعه هنا كده في قلب الملفات اللي موجوده معاك. ثواني، اهوت اللوجو اهوت. هتبدا تعزل خلفيه يا باشا وتشتغل بيه عادي جدا. تمام، انا مثلا هجيبه من هنا جاهز عشان بس ما تعبش حالي، عشان ايه انا من الوقت الفيديو ما يطولش معايا جامد. اهوت، ونعمل كنترول تي ونبدا نكبر حجمه ونظبطه. اهم حاجه الشعار يبقى بره الافكتات بتاعتنا كلها، لان ده اللوجو ما ينفعش يجي عليه افكتات زي الكتاب بالظبط. الملك رجع من تاني دي انا كاتبها فونت عادي. تمام، طب الافكتات اللي حواليها دي، الافكتات دي انا راسمها بالبين تول، هوريك عملناها ازاي دلوقتي. هات لي كلمه الملك رجع من تاني اهيت. تمام، ظبط لي الحجم بتاعها هكذا بالشكل ده. تمام، تعالى هنا يا باشا كده، ظبط لي الايفكتات بتاعتك. اديني بقى البين تول بتاعي كده، اللي هو الكيرفت بين تول، وتعالى معايا. انا هعمل كيرفات بشكل لطيف كده بالشكل اللي انت شايفه ده، وابدا اشدها على شكل البتاع، وابدا اخليها من باس اخليها شيب. تمام، قول شيب يكون باللون الابيض اهوت. اعيد الشكل من تاني اهو بالشكل ده، وابدا من هنا كده اعيد الشكل ده تاني هنا. تمام، وهوريك ليه هناك انا دمجتهم كلهم في لاير واحده، عشان انت لو مركز هتلاقيهم كلهم هنا متقسمين لايرات. انا هوريك ليه هناك انا دمجتهم في لاير واحده. تمام، اهوت بالشكل ده. تمام، وابدا اكرر الفكره دي لحد ما اوصل للشكل اللي انا شايفه كويس بالنسبه لي. تمام، اهوت. تعالى لي في الشيب اللي دوت كده، وظبط لي الشكل بتاعه اهو يا باشا. الشكل دوت هي عبارة عن التايبو اللي احنا بنقول عليها تايبو، عشان بس تبقى كلكم عارفين ده ايه. ده بيبقى تايبو، يعني ريديزاين للكتابة بتاعتك عشان يبقى يطلع شكلها كويس، بس مش اكتر. يعني ولا بتفرق اي حاجة غير ان الشكل الديزاين بيطلع في الاخر جميل. تعالى بقى لم لي كل اللايرز دي يا باشا كده في لاير واحدة، واعمل لي كنترول اي بعد ما تلمهم. تمام، ليه بقى يا باشا؟ عشان هاجي كده دبل كليك واقوم عامل حاجة اسمها دروب شادو، عشان اعمل الشادو اللي بينزل عليهم. وكده يا باشا انت خلصت التصميم بتاعك، تصميم شكله جميل.
تصميم يبان لك ان هو صعب، وبجد من اسهل التصاميم اللي ممكن تشتغل فيها، بجد يعني من اسهل التصاميم اللي ممكن تشتغل فيها. تمام. اتمنى يكون البارت 2 في السوشيال ميديا كده اتهرس. انت كده هرست التصميم بتاعك من اوله لاخره، هرست السوشيال ميديا، هرست الدنيا دي كلها. فاضل لك اللي هو اللي اسمه ده، اللي هو المطبوعات، وفاضل لك ال 3 دي بكل انواعه. كل الكلام دوت هتلاقيه في بارت 2 من الفيديو، اللي هو هينزل لك في نفس الميعاد ان شاء الله برضو، بس ممكن ينزل متاخر عن ده شويه. اتمنى يكون البارت واحد خفيف عليكم. هو ساعتين تقريبا او ساعه ونص لحد ساعه ونص، هو مش كبير بس فيه تفاصيل كتير. اتمنى اشوف نتيجه للفيديو ده عشان ما يبقاش تعب على الفاضي. وبجد انا مبسوط لان احنا وصلنا لمرحله زي ديت، ان احنا وصلنا احنا بنتكلم في شغل تقيل زي ده. وبجد هبقى مبسوط جدا لو شفت حد فيكم بينفذه. السلام عليكم.